السلام عليكم، عاملين إيه يا شباب؟ يا رب دايمًا تبقوا بخير. بُص بقى يا ريس، بالراحة كده واحدة واحدة، كوباية شايك، امتحانات الاسترشادية إحنا متفقين هنحلها مع بعض، بس أنا يعني حسيت إن الأسئلة بتاعة الامتحان بتاعة الاسترشادي هو كان عامل امتحانات عسل جدًا، الموضوع يا ريت يا رب ييجي حاجة زي دي، وكانت في أسئلة امتحانات الصراحة أسئلة محترمة، يعني برضه في كام نموذج فيهم شوية أسئلة عيني عينك كده يعني بيقول لك خلّي بالك أنا ممكن ألعب على الحاجات دي. فكان من ضمن ستايلات اللي هو بتاع الله يمسيه بالخير امتحان 23. فقُلت أبدأ بأول واحد كده، واحد رايق، بس بالله عليك أنت قاعد يعني بتكتك معايا الكلام، لإن الموضوع في كل تفصيلة اختياراته فيها تفاصيل، وأنت طبعًا عارفني وأنا باحب إيه. فإن شاء الله كده خلّي بالك أنا وأنت عشان نقعد نحل، أنا وأنت معانا كوباية شاي لذيذة، أنت فاهم؟ عشان الموضوع على الرايق كده بالراحة. سمي الله بقى، سمي الله كده ونبدأ مع بعضينا. العنصر قال لك من عناصر السلسلة التقليدية الأولى بيقل عزمه كلما زاد عدد تأكسده. لأ بالراحة، إحنا كلنا عارفين موضوع بس صغير كده، إن كده عدد التأكسد بتاعك كنت بتفقد إلكترونات الأول من الإس كده من الدي. هو بيقول لك بيقل عزمه كل ما بيزيد عدد التأكسد بتاعه. هنتفق اتفاق طبعًا العزم إن هو عدد الإلكترونات المفردة. فأنا المفروض طالما بيقل عزمه بُص عشان ما توجعش دماغك أول حبة لغاية المنجنيز ارجع كده للمفاهيم، هتلاقي المنجنيز 3D5. فكنت كل ما بتفقد إلكترونات أنت كده بتشيل في الإس الأول، وبعد كده تبتدي تخش على الدي فهتفقد من الدي بدل ما يبقى 5 هيبقى 4 هيبقى 3 فكده الإلكترونات المفاضة منها هتقل. إنما من بعد المنجنيز اللي هو الحديد بقى، الحديد أصلًا كان 4s2 3d 6 فلما هاشيل 2 من الإس هيبقى اتبقى لك 4 مفرط في الدي عشان الدي 6. إنما لو أنت شِلت التالت اللي هو الحديد ثلاثي، هتبتدي تشيل 3 دي هيبقى بدل 6 هيبقى 5. فكده بدل ما يبقوا 4 مفرد هيبقوا 5 مفرد، فكده المفروض الإلكترونات المفرطة بتزيد، واعمل نفس الكلام ده وأنت طالع. هنتفق اتفاق ولو تفتكر كنا قايلينها قبل كده. لغاية المنجنيز أول حبة دول كان كل ما أفقد إلكترونات عدد الإلكترونات المفرطة بيقل. إنما من بعد المنجنيز كل ما أفقد إلكترونات عدد المفرط بيزيد، طبعًا لغاية حد معين بعد كده ممكن يقل تاني، تمام؟ فبُص بقى كده، هو المفروض أنت كلامك على الراجل الطيب ده حاجة من أول حبة، اللي هو من السكنديوم لغاية المنجنيز. فبُص على الاختيارات بالراحة. أولًا يقع من عناصر العُملة الكلام على نحاس، والنحاس مش تبعنا. لا يعطي حالة تأكسد تدل على خروج جميع إلكترونات الإس والدي. يا ريس لغاية المنجنيز كلّهم بيشيلوا إلكترونات الإس والدي. لغاية مين؟ المنجنيز، حتى عشان المنجنيز كان عنده موجب 7 فأنا ممكن أشيل ال7 كلّهم لغاية ما أخلّص الدي كلّه فاهم؟ كده باشيل الإس. فهو لا يعطي حالة تأكسد تدل على خروج جميع ده كلّهم ممكن يشيلوا لغاية آخر حاجة، فده مش تبعنا. حالة تأكسده القصوى تساوي رقم مجموعته. كلّهم أعلى حالة تأكسد بتاعتهم زي رقم مجموعتها، فالكلام يمشي. تعالَ بقى تقل كتلته الذرية عن العنصر الذي يسبقه. أنا كنت طول ما أنا ماشي في السلسلة لغاية المنجنيز الكتلة بتزيد، فعن الذي يسبقه المفروض يبقى أزيد. الموضوع كان فيه استثناء في النيكل لو تفتكر. فبُص كل اختيار بيتكلم في إحنا بنسمي اللا انتقالية فاهم؟ ده في عضوية في دلع حرفيًا، ومسائل ده التاني بُص أنا باتكلم معاك بالراحة عشان بجد لازم دي جمرك حرفيًا يعني. بالراحة وصلّي بينا على النبي أنت بس مبدئيًا الإجابة ج وفهمنا كل إجابة بتتكلم على تمام؟ تمام، اللي بعده. ما إحنا بقينا أسرة بقى فاهم، يعني نشربوا ممكن يجيبوا أكل، الدنيا فُلّة يعني. خلاص الواحد ما يبقاش عشان بجد الواحد تعبان، إحنا لسه مخلّصين امتحانات وفايقين لكم والدنيا بقى في لسه 10 امتحانات، فإحنا لازم فاهم عايزين نشربوا الشاي والقهوة مخدرات فاهم، على الله يعني. يالّا بينا. بيقول لك عند وضع 4 أنابيب. بُص يا ريس، 4 أنابيب واحدة كانت كلوريد تيتانيوم ثلاثي يعني TiCl3 ترجم كده. كلوريد تيتانيوم ده لو تفتكر قُلت لك الV يعني 5 قبلها واحدة يبقى 4 فده كده كلوريد تيتانيوم رباعي. يعني واخد الثلاثي والرباعي بتوع التيتانيوم
والمنجنيز قايل لك الثنائي بتاعه والثلاثي بتاعه. ماشي، يعني كلامك كله على حد تأكسده. ولما حط إضافة برمنجانات بوتاسيوم المحمضة، باشا يعني دي أنا أعمل لهم أكسدة. فبيقول لك أي من العمليات التالية صحيح. أصلا لما باجي أعمل أكسدة، خلي بالك الأكسدة بتتم لما يبقى أسهل في الأكسدة أصلا. الموضوع بتاع سهل أكسدة وصعب أكسدة وسهل اختزال وصعب اختزال، كنت مفكرها بجملة إن أنا لو رايح للمستقر ده الأحلى. افتكر الجملة دي. فأنا المفروض أصلا التيتانيوم، عشان بس نترجم بسرعة، كان 4s2 3d2. التيتانيوم عشان كلامي بقى هنا كان ثلاثي ورباعي. الثلاثي هيبقى هنشيل 2 من الاس وواحدة من الدي هيبقى 3d1. إنما التيتانيوم الرباعي هنشيل كله فهيبقى 3d0. طبعا ده المستقر. فانا سهل قوي اروح من تيتانيوم ثلاثي لتيتانيوم رباعي، صح؟ وسهل ان انا اكسد الانبوبه دي بس، يعني دي هتبقى اكسد، ده لا، لان ده كان خلاص بقى مستقر ملوش اكسده تاني. نكمل بقى. طب نكمل واحده منجنيز. هو قال لك المنجنيز، لا مؤاخذه، المنجنيز طبعا انت عارف ان هو 4s2 3d5. فالمفروض المنجنيز اللي كلامه على الكلام اللي معانا كان في منجنيز ثنائي، هنشيل 2 من اس هيبقى 3d5. انما المنجنيز الثلاثي هنشيل 2 من الاس وواحده من الدي هيبقى 3d4. صلي على النبي. المشكله ان المنجنيز الثنائي مستقر فصعب اكسبته، جميل. انما المنجنيز الثلاثي اصلا دي 4 هو سهل اختزاله، فاهم قصدي؟ انما اكسدته برضه هتروح فين، فاهم؟ فنتكلم بالراحه بقى. اللي هيحكمني دلوقتي الاختيارات. اولا قال لك بيتحول كلوريد التيتانيوم الثلاثي لتيتانيوم رباعي. هي دي المعلومه اللي صح، احنا متفقين عليها اصلا لما قلنا ان ده بيتحول لده. انما الرباعي مش بيبقى ثلاثي، اصلا انا باكسد. انت فاهم الجمله؟ قال لك الثنائي يبقى ثلاثي. الثنائي يبقى ثلاثي صعبه اصلا، والثلاثي يبقى ثنائي طبعا. هي انت اصلا مستبعد ب ومستبعد د، لان دول اختزال اصلا مش اكسده. انما انا عايز اتكلم على الاكسده، مين فيهم اللي ينفع يتاكسد، فهمت؟ فاللي كان ممكن يتاكسد ده جميل جدا، ده هيروح للمستقر. انما عشان ده مستقر اصلا صعب يروح للثلاثي. فاهم قصدي؟ حاجه شروط عاليه قوي عشان ننفع نعمل حركه زي دي. اصلا ده يبقى بجهد تعبني يعني لو عايز تتكلم. خلاص، فالكلام على الف. برضو سؤال نضيف. اللي بعده. بص يا ريس، يقول لك كل مما يلي يصف عنصر انتقالي في السلسله الانتقاليه الاولى يعطي حاله تاكسد واحد. طبعا الكلام ان هو يصف عنصر انتقالي، عنصر انتقالي من السكنديوم للنحاس عنده حاله تاكسد واحده بس. الكلام على السكنديوم لان السكنديوم كان عنده موجب 3 بس. ارجع لعدد التاكسد. فبيقول لك يصف كل ده ما عدا مين. فمبدئيا هو بيقول لك اخر مستوى رئيسي فقط هو اللي ذرته غير مكتمل بالالكترونات. طبعا انت هتروح توزع السكنديوم 21، كنا بنوزعه بارغون 18 4s2 3d1. فهو اصول الراجل الطيب ده المستوى الرئيسي الاخير. هو الفور اس مش هو المستوى كله بقى. انت الفور اس لسه في 4 بي و4 دي و4 اف، بقيه المستوى الرابع. فكده ده غير مكتمل. بس مش الرابع بس اللي مش مكتمل، لان هو بيقول لك اخر مستوى رئيسي. لا، ده كمان ال 3 دي، ال 3 دي ده مستوى ثالث رئيسي. فلسه ال 3 دي اصلا 3 دي 1 فلسه ما اكتملش برضه. فانت عندك مستويين لسه ما اكتملوش. فالكلام على الف. خلاص، لان دي اللي غلط. تعالى بقى بص على الاختيارات. قال لك بتحتوي ذرتك على عدد الالكترونات اللي في المستوى الفرعي دي بتساوي نصف العدد اللي في المستوى الفرعي اس. هو الدي 1 والاس 2 ففعلا ده نصه. بس انا بعتب عليه في حاجه. كان اصول يقول في الفور اس. ليه؟ خلي بالك، هي دي مش اول غلطه او حاجه غلط عبيطه ممكن تقابلك، لسه في كلام. بس الفور اس هو بس اللي نص الدي، مش كل الاس اللي في المستويات. ليه؟ اصل انت المفروض توزع السكندري من اول 1 اس. ف 1 اس 2 2 اس 2 وفي 3 اس 2 وفي 4 اس 2، فاهم؟ فلو هنعد الاسات كلها فدي مش نصهم. فاهمني؟ فاهم قصدي؟ فاهم؟ الراجل ده هو اديب كلامه على دي يا عم ماشي، فاهمك انا. بعد كده قال لك ذرته ماده بارا. كلمه بارا يعني فيها مفرد، فيها مفرد. انما ايونه ضايع. يا باشا لما بفقد الثلاثه يبقى فقدنا كل الاس والدي. فالراجل الطيب ده
ما فيهوش الكترونات مفرده، كده كله مزدوج فعلا. والمستوى الرئيسي الاخير لذرته فيه الكترونين فقط. المستوى الرئيسي الاخير، مستوى رئيسي اخير يعني 4 اس، يعني الرابع، فعلا كان فيه الكترونين والكلام مظبوط. تمام. الاجابه الف، بس انا كنت بعتب عليه في اجابه ب يعني. اللي بعده، اي مما يلي من العمليات التي تتم على نواتج تنظيف الافران العاليه. ثواني بس ثواني. انت الحركه دي مبدئيا دي بوائل الاختزال، كنا بنعمل لها تلبيد. فاكر الجمله دي؟ اي حاجه بواقي ناس صغيره بنلبدها عشان تبتدي تطلع لك ايه؟ الحجم المناسب عشان تختزله تاني. قال لك مع خام الحديد الناعم للحصول على سريكه تستخدم في زنبرك السيارات. طبعا زنبرك السيارات كانت فانديوم وصلب. ما علينا، كده طالعه في تلبيد، والانتاج دي اخر خطوه. عشان انت تيجي تشتغل على حديد صلب لازم تعمل خطوه انتاج في الاخر. فالبدايه تلبيد والنهايه انتاج. فانت بدات هنا التلبيد في الف وب، يبقى انت مستبعد ج ودال، وتنهي باتحاد الفاناديوم اثناء الانتاج ولا اضافه الفاناديوم اثناء الانتاج. خلي بالك بقى، صايع قوي السؤال. بص معايا، هي التلبيد كده كده اول خطوه عشان تطلع حجم مناسب وتدخله الفرن تعمل له اختزال. فكده انت ماشي على الف وب لغايه دلوقتي صح. اتحاد الفانديوم مع السبيكه ولا اضافه الفانديوم عشان تعمل انتاج؟ هو المفروض الفانديوم هيمسك مع الحديد الصلب اللي هو حديد الكربون، صح كده؟ او ممكن حديد وكروم، عشان هو المفروض كان زبرق السياره كانت سبيكتها بتمنع حدوث تآكل، لان كده ده الصلب الذي لا يصدأ. بص بقى الكلام. فالثلاثه دول عناصر انتقاليه حتى لو كان فاناديوم وحديد بس. العناصر الانتقاليه بتعمل مع بعض سبيكه اسمها سبيكه استبداليه. فالاستبداليه بتيجي عن طريق خلط العناصر. الوحيده اللي كان فيها اتحاد او تفاعل دي البين فلزيه، وهي مش بين فلزيه. خلاص. فالكلام على مين؟ اضافه الفاناديوم بس في الانتاج. هو كان اصلا لو تفتكر في خطوات الانتاج كان بيتكلم معاك ان انت تضيف عناصر جديده، فاهمني؟ ويفضل تبقى من العناصر الانتقاليه عشان نفس نص القطر والكلام. سؤال صايع ان انت تعمل اتحاد ولا اضافه بس. الكلمه اتحاد تبقى بين فلزيه وهي مش بين فلزيه. تمام تمام. اللي بعده، الناتج النهائي عند تفاعل الحديد المسخن لدرجه الاحمرار، حديد يعني، بيتفاعل مع بخار الميه داخل اناء مغلق. حلو قوي. يعني انت المفروض هتيجي تمسك الحديد تفاعلي مع الميه. اصول لما كانت عند حراره 500 حديد وميه يدي مغناطيسي. انت معاك الحركه دي؟ حديد وميه يدي ايه؟ مغناطيسي. فالكلام على الف. عارف لو كان قايل في اناء مفتوح وعرضته الهواء والكلام ده المغناطيسي يتحول لثلاثي. انت فاهم الجمله؟ بس في حاجه بقى، في حاجه اتقل، بس السؤال ما اتحلش. هو قال لك الاناء ايه؟ مغلق. خلي بالك انت كان ناتج الاناء ده كان بيطلع معايا هيدروجين. بص بقى الصايع، المفروض لو ما كانش في اناء مغلق كانت ساعتها الهيدروجين طلع بره واتساب في الجو، ولو قال لك اتساب لفتره طويله يدي حديد ثلاثي. انت كنت عامل التفاعل، المفروض تحت دلوقتي بقى معاك مين؟ اف اي 3 او 4، صح؟ ومعاك كمان هيدروجين بس انت قافل الاناء. فالحديد المغناطيسي ممكن يتفاعل مع الهيدروجين ويعمل له اختزال. ما انت خلي بالك، بص، انت اصلا كان عندك معادله الاف اي 3 او 4 لما يتحط مع الهيدروجين من 400 ل 700 كان بتدي لك اف اي او اللي هو اكسيد حديد. مين؟ اكسيد حديد ثنائي يا ريس. فاكره ده؟ اللي هي كانت ممكن اختزل. فانت كده معاك الاكاسيد اللي بتطلع معاك هو كان الاصول يطلع مغناطيسي، بس عشان كاتب اناء مغلق يعني قافل الانبوبه. فالمفروض يا ريس ايه كده؟ انت بدل ما كنت هتطلع ده انت هتطلع الراجل الطيب ده. صحيحه قوي برضه، فاهم الموضوع؟ بس عشان كاتب اناء ايه؟ مغلق. لو كان كاتب الاناء مفتوحه وما اتكلمش كان هطلع مغناطيسي. قال لك اتساب لفتره طويله المغناطيسي بيبقى ايه؟ الراجل الطيب الحديد الثلاثي. لان انت لو فاكر كنت عاملينها مخطط كده، حديد ثنائي ومغناطيسي. ارجع للمذكره بتاعتنا، واف اي 2 او 3. لو انا ماشي كده اكسده
لو راجع كان في اختزال، ومن هنا لهنا بقى على حسب درجات الحراره. فاهمني؟ احنا بنتكلم على تفصيله حلوه جدا على حته اناء مغلق دي، انك باقي المعادله فيها هيدروجين والهيدروجين ما طلعش. هو امتى اعمل كده؟ لو كان الكلام على اناء مغلق وفيها هيدروجين طالع، تمام، عشان ده هيختزل. تمام زي الفل. السؤال اللي بعده، مش سالك بغني في الامتحان ده، خلاص عشان نبقى متفقين، يعني ما تتصش عشان الامتحان حلو. طيب، اي من الاشكال التاليه بيعبر عن العلاقه بين قطب الماده الصلبه والزمن لما تيجي تعمل تحميص للسيدرايد؟ طبعا انت لما بتيجي تحمص السيدرايد، نتكلم بالراحه، هو السيدرايد كان اصلا FeCO3، وانت بتحمصه كنت بتطلع الاول FeO وثاني اكسيد كربون، فده كان يطلع للجو كده. بعد كده ال FeO مع الاكسجين، حتى كنا بنحط نص هنا، كانت بتطلع لك Fe2O3. فعشان الكلام بس يبقى حلو، انت عايز توزن تحط هنا 2، فكده اصول من البدايه خالص انت وازن. هنا خلي بالك برضو كان يبقى 2 بقى وهنا 2 عشان تبقى كلها اتنينات. انت فاهمني؟ طيب صلي بينا على النبي. فتوتال المعادلات، انت لما تكتب المعادلتين ورا بعض كده هو بيتكلف، بص بقى، مبدئيا عشان ده اتجاه التفاعل، انا في الاول التفاعل بتاعي، سوري نكتبها تاني، احنا كنا قايلين ايه؟ 2 اف اي، عشان بس ايه ما تروحش مننا تاني. 2 اف اي سي او 3 بتطلع لك اف اي او زي ما احنا وزننا، وثاني اكسيد كربون واثنينات. بعد كده قلنا الاثنين اف اي او مع الاكسجين هم حاطين هنا نص، صح كده؟ طلعت لك اف اي 2 او 3. ماشي. هي بس مبدئيا اول خطوه كتله السيدرايد قلت، بعد كده بتزيد تاني لان الكلام على فتره تحميصها. فاهم الفكره؟ فهي في الاول خلي بالك كانت فيها كربونات حديد، بقت اكسيد حديد بس وده طلع. بعد كده اكسيد الحديد الثنائي بقى ثلاثي فكتلته زادت. حتى احسب الكتل كده، فاهم؟ حتى من غير ما تحسب، ما هنا كان 2 حديد و2 اكسجين، انما هنا 2 حديد و3 اكسجين، فاكيد كتلته زادت تاني. فهي المفروض قلت شويه، بعد كده زادت وثبتت طبعا. يعني انت خلاص بعد ما بتحمص بيقف على الهيماتايت وشكرا. تمام، عشان كلامي على التحميص للاخر. عارف لو كان بس بيتسخنوا، بص بقى الكلام في معزل عن الهواء، كنت هتقف عند اول خطوه بس، فساعتها هيبقى الاجابه دي، ان هي بتقل وتثبت، انما هي ما بتزيدش. فاهم قصدي؟ طيب اللي بعده. يمكن التمييز، ركز قوي السؤال ده حلو برضه. خلي بالك كده ايه، الى حد ما خلصنا باب اول، الى حد ما يعني هو كده ماشي في اول 6 اسئله باب اول، وماشيين بالترتيب الى حد ما يعني. يمكن بقى التمييز عمليا للبيكربونات بوتاسيوم اللي هو KHCO3 وكربونات بوتاسيوم K2CO3، يعني بيميز ما بين الكربونات والبيكربونات. لو تفتكر في الباب الثاني كنت مركز قوي على الحوار ده، اللي هو الكربونات والبيكربونات هي اللي بيبقى فيهم حوارات ساعات. فانا مبدئيا عشان اميز، انا لازم قلت لك احط ماده هتتفاعل مع الاثنين ويدي نواتج مختلفه، يا واحده لا او واحده أو. صح كده؟ يلا بينا. نترات الصوديوم، انت لو حطيت نترات صوديوم على الاثنين، خلي بالك في الحالتين هيدوبوا برضه. ليه؟ لان انت هتطلع نترات بوتاسيوم وبيكربونات صوديوم او كربونات صوديوم، وانا كنت قايل لك جمله، كل الصوديوم بوتاسيوم امونيوم نترات بيكربونات كلهم بتدوب، صح؟ 5 حاجات كده كانوا بيدوب. فالراجل الاولاني هيدوب مع الاثنين، فما ده ما يميز. الماء المقطر هم اللي بين هيدوبوا في الميه، لان البوتاسيوم بيدوب عموما بقى. الراجل ده لا. كلوريد باريوم، والله انا ما خدتش كلوريد باريوم بيكشف هنا، بس عشان اتكلم هي الاجابه جيم، بس تعالى نتكلم بس بسرعه. حمض ال HCl اللي هي ماشيه مع الاثنين بيطلع ثاني اكسيد كربون اللي بيعكر ماء جير رائق، وانا قلت لك اصلا ما ينفعش نكشف في الحوار ده بال HCl. كنا بنشتغل بالتاكيديه اللي هي كان كبريتات مغنيسيوم، وكان بيطلع ابيض على البارد مع الكربونات وابيض بعد التسخين مع البيكربونات، بس مفيش كبريتات مغنيسيوم، فاهم؟ بس HCl ما ينفعش ليه؟ في الحالتين هيطلع ثاني اكسيد كربون. فهي اكيد ده لا، فهي اكيد جيم. بس تعالى بقى نتكلم، بص بقى الصايع، انت لو مسكت البي اي سي ال 2 اللي هو كلوريد الباريوم ده، حطيته على الكي اتش سي او 3، هي هتطلع لك بي اي اتش سي او 3 اللي هي بيكربونات باريوم
زائد طبعا KCl. الاتنين دول بيدوبوا صح؟ لان كل البوتاسيوم بيدوب وكل البيكربونات بتدوب. انما لو عملت نفس المعادله على الكربونات، انت طبعا فاهمني، هيطلع لك BaCO3. باشا انا كنت قايل لك اي كربونات راسب، فاهم؟ ما عدا صوديوم بوتاسيوم امونيوم، وطبعا زائد KCl. فالراجل ده الراسب والراجل ده بيدوب، يبقى كده انت ميزت. فاهمني؟ شكرا. اللي بعده اسئله حلوه يعني ايه، بس فيها فكره لذيذه يعني. طيب. تتصاعد ابخره بنيه حمراء. الغاز اللي كان بني محمر في منهجنا كان ال NO2 الغاز اللي هو ثاني اكسيد نيتروجين عند فوات الانبوب عسل في كل الحالات الاتيه ما عدا ورد. خلي بالك بقى، عند اضافه خرائط نحاس لحمض نيتريك مركز، المعادله دي موجوده في جزء من النقرات. لما قلت لك ان النحاس بيتفاعل عند النيتريك المركز، الحديد لا، فاهم؟ وكانت بتطلع NO2، كانت بتزود كثافه البخار البني محمر. اضافه حمض كبريتيك ساخن لKNO3 اساسي بيطلع نظرات، بيطلع NO2 على طول، ما كانش بيستنى حتى عند الفواه. طيب، عند رج انبوبه تحتوي على مركب الحلقه البنيه. طيب انا لو فاكر الموضوع لما كنت قايل لكم مركب الحلقه، انا مبسوط بيا قوي. ليه؟ لما كده قبل كده مسكنا FeSO4 NO، كنت لو تفتكر كنت خليتك تكتبها في ايدك. فاكر لما قلت لك ان المعلمه دي رج او تسخين ما ينفعش؟ طب افرض رجنا او سخنا، كانت بتتفكك وكانت بتطلع لك لو NO يطلع NO2، ولو اتسخنت بص لو تفتكر كان بيطلع Fe2O3 وSO2 وSO3. فاكر دي؟ اللي هو المفروض لما جيت قلت لك اكنك بتفكك دي زي باب اول، صح؟ فكده انت طلعت NO2، بس انا بتكلم بص هو حطها برضه، فاهم؟ الراجل ده ينفع. انما لما بحط HCl على NaNO3، HCl كان كاشف المجموعه الاولى وما كانش ينفع يكشف عن الثانيه عشان كانت مجموعته، فانا ما ينفعش احط كاشف نفس مجموعه، فكده مش هيحصل تفاعل، يبقى الاجابه د. سؤال حلو قوي برضه. تمام. اللي بعده، ماشي انت معايا؟ عند تفاعل 2 مول كلوريد ألمنيوم مع 7 مول صودا كاوي. السؤال ده برضو ركز فيه معايا، انا كنت متكلم فيها معاك قبل كده برضو لو تفتكر يعني، بس نحلها عادي. كلوريد الألمنيوم AlCl3 لما يتحط له صودا كاوي، فكك من المولات اللي هو ايه، الراجل ده في الاول كان بيطلع لك AlOH باي 3 زائد NaCl. طبعا لو عايزين نوزن احنا هنحط هنا 3 وهنا 3، عشان طبعا 3 كلور وكده بقت 3 صوديوم وانت ظابط الدنيا. المعلم ده كان عنده حوار ان ده كان راسب ابيض جيلاتيني، وكان عنده اوبشن ان هو بيدوب في وفره من الصودا الكاوي، فاكر؟ عشان كان بيطلع ميتا الومنات صوديوم. فهيدروكسيد الالومنيوم اللي طالع معايا ده لو حطيت له NaOH تاني فاصول يطلع لك NaAlO2 اللي كانت ميتا الومنات صوديوم زائد شويه ميه، وكان الوزن هنا بنحط 2 بس. فانت هنا شغال على معادلاتك ان بالوزن اللي احنا كاتبينه ده هو ده الطبيعي. هو قال لك عايز ايه بقى؟ 2 مول كلوريد ألمونيوم. ده لو في تانية ثانوي معانا في الفيديو ده هتعرف ان انا اصلا شارح نفس الحوار ده ليله امتحانهم، كنت جايبها لهم من عندك، بس برضو نفس السيناريو معانا. بص يا ريس صلي بينا على النبي، هو قال حط كام مول؟ دي 2، فانت هتحط لي هنا 2 بقى، فهتضطر تخلي دي كام؟ 6، فاهم؟ انت بتضرب بقى المعادله كلها في 2، وده برضو 2، ده برضو 6. وبالمناسبه طالما ده بقى 2 يبقى برضو ده 2، ما انت بتضرب المعادلات كلها في 2، وده هيبقى 2 وده هيبقى 2 ده هيبقى 4. فانت اصول ال2 مول بتاع كليه الالومنيوم عشان يطلع لك في الاخر الماده دي اللي هي بتدوب كلها، لازم تحط كل ال NaOH 8 مول، صح؟ تاني، هو الطبيعي ان ده لما كان 1 مول كان ده 3 وده 1 عشان كلهم يطلعوا ده، انا عايز في الاخر الماده اللي بتدوب. فلما حطينا 2 ضربت كلها في اتنينات، فبقت بدل ما يبقوا 4 مول بقوا 8 مول، فال8 مول تدوب كل الراسب. هو حط كام؟ 7 مول. اهو ال7 مول دول معناها ايه؟ بص، انت 6 مول تطلع لك الراسب،
تاني انت لما حطيت 2 مول ألمونيوم على 6 مول هيدروكسيد صوديوم طلع لك الراسب، صح؟ فحتى كنا بنعملها رسم بياني الاول، كان كتله الراسب بتزيد، كتله الراسب بتزيد كل ما تضيف ان اتش كده لغايه ما وصلت هنا 6 مول. المفروض عند 8 كان كل الراسب نزل، صح؟ لا باشا، انا بقول لك انا عند السبعه، معنى كده عند السبعه حبه من الراسب قل وبعد كده ثبت. انت فاهمني؟ فالراجل الطيب انت هتطلع، خلي بالك، راسب ابيض جيلاتيني، خلاص؟ والراسب الابيض الجيلاتيني ده هتقف برضه عنده موجود، هو مش هيطلع محلول رائق، يطلع انت الرائق عند 8. فالراس الابيض الجيلاتيني يطلع ليه؟ ليه انت حطيت 6 يطلع راس، فاهم؟ انت بقى بعد لغايه ال8 في راسب لسه موجود، من اول ما تحط 1 مول حتى، فاهمني؟ لغايه قبل ال8 لسه في شويه راسب، انما يبقى رائق 8 وانت طالع. تمام؟ تمام. اللي بعده سؤال جميل، خلي بالك برضه. يلا المساله دي برضه من المسائل الحلوه جدا. يقول لك ايه؟ في الملح المتهدرج، انت دايما لما بدي لك ملح متهدرج كنا بنلعب لعبه اشتغل على ملح الجاف والمتهدرج والميه، بس الراجل ده لعب لعبه تانية شويه، يعني بيقول لك ايه؟ ام سي ال 2 اكس اتش 2 او. خلي بالك في مجهولين في الماده دي، انا ما اعرفش مين الام اللي هو عشان اعرف مين الملح، ولا اعرف عدد مولات الميه، بس هو قال لي ايه؟ ان بيرتبط 4 من 10 مول من الملح الغير متهدرج مع 14 و4 من 10 جرام من الميه. إذا علمت إن الكتلة المولية للملح المتهدرج كله 244، عايز أعرف الكتلة ذاتها في الإم بس. لا ده حوار. بص معايا، أنت معاك معلومتين، صح؟ معاك عدد مولات الملح الغير المتهدرج، ومعاك كتلة المية لما يبقى المعلم ب 4 من 10 مول بس مية. هو الطبيعي إن الملح الغير المتهدرج MCl2، صح؟ والمية كانت XH2O، حتى كنا بنعمل الأسهم دي دايما. نزل لي سهمين عشان بس تترجم اللي أنا عايزه. هي المعلومه بتاعت المتهدرج الغير متهدرج قصدي كانت بالايه؟ بالمول، فكنا بنكتب مول وتحت مول، ترجم بالراحه كده. والمعلومه بتاعت الميه بايه؟ بالجرام، يبقى هنا جرام وتحت جرام، اول طلعه ثوابت، صح كده؟ فالراجل ده المولات بتاعته الطبيعي لو 1 مول فهو مع اكس ميه، صح؟ فالواحد مول منه عدد الكتله الذريه بتاعت الميه، انا عارف ان هي 18، بس 18 مضروبه في اكس كنا حتى بنعملوها س، وفي الاخر كنا بنقسم السين على 18 عشان نجيب الاكس، صح؟ صح. بعد كده هو قال لي ايه بقى؟ بس ال 4 من 10 مول من الراجل الطيب ده بيتحدوا مع 14 و4 من 10 جرام من الملح، من الميه قصدي. انت كده معاك كتله الميه لما يبقى 4 من 10 مول، طب لما يبقى 1 مول عشان اكتب الملح صح يبقى كام الاكس؟ فهمت؟ من الماس، الماس هيطلع معاك ان السين، بس ايه انا هعملها لك هنا ب 36، فكده يبقى الاكس كنا بنقوله السين على ال 18، يعني 36 على ال 18 تطلع معاك 2. يبقى كده الملح صيغته ايه؟ الملح صيغته MCl2 2H2O، صح؟ جميل، انت كده جبت صيغه الملح. كتلته الموليه كلها 244، فاهم؟ ايه الكتله الموليه دي؟ كانت الكتله الموليه اللي هي مجموع الكتل، انت معاك كل حاجه ما عدا الان، فاهم؟ اصلا ليه؟ انا والله عارف، بس هو دي غلطه برضه منه، المفروض يكتب لك باقي، سوري ده كاتبه، سوري اهو، كنت هظلمه والله. الام زائد 35 ونص تضربها لي في 2 زائد 8 اقواسك عشان تبقى فاهم، 2 مضروبه في ال 18 بتاعت الميه، وكل ده بيساوي ال 244 اللي كان مديها لك. ففاضل لك الام مجهول انا لسه، فاهم؟ احسب كده الام تطلع معاك بالظبط 137. تمام. طبعا بقى ايه رياضه والدنيا ربنا يستر، جمع دول واديهم بعكس الاشاره عشان بس بتعب انا من الحاجات دي. ماشي. اللي بعده، عينه واي من ملح كلوريد صوديوم، برضه مساله تاني بابتين، نسبه نقائها الرقم ده. انت كنت دايما تجيب العكس، يعني دايما يديك العينه كتلتها كام وفي الاخر يطلب النسبه. هنا عكس، بص ما فيش سؤال عدها كده ايه ماشيه يعني. ماشي، الموضوع برضو بالراحه. كنا بنعمل على جنب كده العينه، فاكر NaCl، طبعا نسبه نقائها يبقى فيها شوائب، بس انا ما اعرفش كتلتها كام، ما اعرفش غير نسبه الراجل الطيب ده كانت 48
و92%. دي النسبة بتاعت ده، فأكيد الباقي شوائب. ماشي. قال لك اتحطت في مية لعمل محلول وعند إضافة نترات فضة. ما بكملش أنا كنت دايما أكتب معادلة على طول. فأنت عندك كده ال NaCl هيتفاعل مع نترات فضة AgNO3. هتكمل هتطلع لي AgCl و NaNO3. طبعا المعادلة موزونة وزي الفل. انت قال لي ان الراسب كتلته 12 جرام، ده الراسب. هو عايز كتلة العينة اصلا. ماشي بالراحة كده. انت عشان تجيب كتلة العينة انت معاك نسبة ال NaCl. فانت لو عرفت تجيب كتلة ال NaCl هتعرف تجيب العينة كلها بكام، فاهمني؟ عكس الكلام، انت عشان كنت بتجيب النسبة، مش كنت لما بقول لك عايز نسبته تجيب كتلته، فكنت المفروض تجيب كتلته وتقسمه على الكتلة الكلية وتضرب في 100. انا مدي لك النسبة وفي حاجة هتخليك تجيب كتلته. خلاص نعمل اسهم على طول بقى. يبقى هتنزل ال NaCl مع ال AgCl. وبالراحة برضه، انت عارف ان الاسهم جرامات عشان انت عايز كتل، وهو كان مدي لك معلومة بتاعته جرامات. اول طلعة بنكتب كتل مولية، هتجمع دول 58 ونص، هتجمع دول هتكون 143 ونص. هتنزل تحت وتكتب س، هتكتب هنا ال 12 اللي اداها لك. السين طلعت معايا هنا ب 4,892. حتى تحس ان هي شبه النسبه بس مشفت عليها. خلصت خلاص. في حركه انا بحب اعملها برضه تاني بعد ما تجيب دي. انت عارف ان العينه برضه عشان تشتغل عادي براحتك، انت ساعتها بقى الحوار بتاعك. الطبيعي ان العينه لو كانت 100% فكان فيها بنسبه 48 و92 جرام NaCl. فلما طلعت معايا اصلا ال NaCl ب 4,892 جرام، يبقى العينه اصلا كانت كام؟ هي لو 100 هتبقى 10. خلصت. فالكلام على 10 جرام. براحتك شوف اللي انت عايزه. القانون برضو بتاع النسبه كنا عارفين عشان نجيب النسبه كانت بتساوي كتله الماده من ال NaCl على كتله العينه، وبنضرب الكلام ده في 100 صح؟ فانت معاك ال NaCl ومعاك النسبه تجيب العينه. كمل الرياضه بقى اللي انت عايزه. طريقتين معاك. لا ماشي. السؤال اللي بعده. السؤال ده لو تفتكروا كان في واجب مره، لما يدي لك العلاقه يبقى عايز يعرف هي اصلا كانت المعادله مين. فبالراحه كده، انت اولا عارف ان الراجل الطيب ده الموضوع ده فكه صح. احنا كان القانون بتاعنا بيقول ايه؟ كان القانون بيقول ام ايه في ايه على ان ايه بتساوي ام بي في بي على ام بي. وانت ما بتشتغلش بدول الا ان هم عدد المولات في المعادله. فانت عايز تعرف انهي واحده فيهم، فاهم؟ وكمان هو مديلك 3 على الاثنين في ناحيه وناحيه لا. فخلي بالك هو لما كتب كده 3 على الاثنين عشان بتوع الرياضه بيعطلوا معايا. 3 على الاثنين ام اي في اي بتساوي ام دي في بي. انت هنا المفروض ده بيبقى مقسوم على واحد، وهنا ده التلاتة على الاتنين. الناس تبقى فاهماني شويه. 3 على الاتنين دي هي المفروض التلاتة دي تيجي هنا، فاهم؟ فهي اصول هو يبقى كاتب ام اي في اي على الاتنين اللي هي كانت هنا دي بتساوي ام بي في بي على التلاتة، فاهم؟ اكنه ضرب المعادله في 3 عشان يخلي التلاتة هنا، فاهم؟ فكده انت عايز معادله عدد مولات الحمض 2 وعدد مولات القاعده 3. فانت هتضطر تكتب المعادله. انا كنت مسهلها عليك، كنت قايل لك لازم عدد الاتش يبقى نفس عدد الاو اتش عشان ننجز. فحمض الهيدروكلوريك HCl هيدروكسيد باريوم BaOH باي 2، فدي هتتوزن ب2 مش حوار. انما لو تبص على دي الفوسفوريك H3BO4، انما هيدروكسيد الصوديوم NaOH. فكنت هتوزن هنا ب3 بس، فاهم؟ يعني ده كان 2 بس فمش هتنفع. حمض الكبريتيك وهيدروكسيد صوديوم باشا ده H2SO4 وده NaOH توزن ب2. هي الاجابه دي. حتى تمسك كده المفروض هتقول ايه؟ H3BO4 مع هيدروكسيد باريوم اللي هو BaOH باي 2. فطبعا عشان اخليهم قد بعض هخلي الاثنين هنا والثلاثه هنا، وفعلا انت ده الوزن اللي انت كنت عايزه فوق. تمام؟ فكده الاجابه ده. طيب بعد كده بيقول لك التفاعل التالي قيمتان لثابت اتزان وقيمتان لدرجه. اكيد انا حالف بوحدات امي ان الكي تبقى بحراره. خلي بالك خليك على الرايق. هو دايما يدي لك التفاعل
وقايل لك الكيسي بتاعته الاولانيه كده عند 500 درجه، وبعد كده قايل لك دي الكي ودي الحراره، كده قايل لك برضه تفاعل تاني، دي الكي ودي الحراره، كده الحراره اختلفت والكي اتغيرت. بس بالله عليك شفت بتعطلوا ساعات هو نفس القصه، فخلاص انا كده كلامي ان الارقام هي اللي تحكم، فانت كده رقم زاد، يعني كده الكي سي حضرتك شايف ان هي زادت لما عمل ايه في الحراره؟ الحراره كانت 500 بقت 298 قللها، يعني العلاقه كده عكسيه صح؟ فاقول لك جمله كان نفسي العلاقه الطرديه تبقى طارد، فالعلاقه العكسيه هي اللي طارد، فاهم؟ التفاعل ده طارد للحراره، جميل. فتروح انت رايح متص على طول ومختار لي طارد. تعالى بص، هو قايم مما يلي صحيح، تفاعل تكوين الاتش بي ار صايع، هو هنا مديلك المعادله ان الاتش بي ار هو اللي بيتفكك، فلما بيتفكك بيبقى طارد، فلما يجي يتكون هيبقى تفاعل العكس. يعني انا معنى كلامي ان الاتش 2 والبي ار 2 لما يطلعوا لي 2 اتش بي ار، التفاعل بقى دلوقتي كده هيبقى طارد ولا ناقص؟ ما هو خلي بالك بس معايا، هو كام عشان لما بيتفكك على كلامه الكي كده ايه زادت الحراره قلت صح كده، فالكلام ماشي على ايه؟ ان العلاقه عكسيه، فكان التفاعل اصول ان هو الانرجي هنا، فاهمني؟ طيب هو هنا المفروض العكس، يعني المفروض ان انت لما تقلب المعادله بتقلبها بالانرجي اللي معاك، فاهمني؟ العلاقه العكسيه التفاعل فيها ايه؟ طارئ، والعلاقه الطرديه التفاعل فيها ماس. بس هو برضه خلينا متفقين على كلامه هي خلاص ماس وزي العسل، بس انا برضه بعتب عليه على حاجه، هو اصول التفاعل ده اصلا في الطبيعي عشان يتفكك محتاج حراره، هو ماس يعني فاهم اصلا، ولما تيجي تعكس يبقى الحراره بره، يعني المفروض يبقى اصلا هو كده طارد مش ماس، بس يعني على كلام الراجل ماشي خلاص ما تضطرش تتكلم معاه في حاجه. وبعدين هو لما جه قال لك برضه خلي بالك انحلال الاتش بي ار التفاعل السائد دي، ده عشان تبقى فاهم برضه، هو الاتش بي ار الطبيعي بتاعه لو مشى كده ده الكي بتاعته، فالكي بتاعته سواء ده او ده الكي اصغر من الواحد قوي، فالاصغر من الواحد ده كان التفاعل العكسي هو اللي سائد، فهو تكوين الاتش بي ار اللي سائد مش انحلال، مش تبقى فاهم برضه. لا يمكن تحديد نوع التفاعل طردي ولا عكسي، ملهاش علاقه اصلا بالحوار. خلاص، طبعا انت بتحدد على اساس الكيهات يعني. ماشي اللي بعده، مدي لك معادله وقايل لك برضه الحراره جوه، خلي بالك كده انت معايا مترجم للتفاعل ماس، ماشي، ومدي لك الكيسي ب 80 والمعادله اهي، فبيقول لك عند خفض الحراره، طبعا خفض الحراره كده هتتغير بس امشي معايا كده، بس اذا علمت ان قبل خفض الحراره كانت تركيزات البي والاي كده، هو عايز تركيز الاي بي لما تيجي تخفض بقى الحراره. خلي بقى احنا الاول هنحسب الاي بي عادي، انت عارف ان الكي سي بيكون ايه؟ الكي سي تركيز نواتج ان هم الاي 2 في البي 2 صح، على اي بي اس مولات صح، وعادي واحسب انت معاك الكي سي ب 80 ومعاك الاي ومعاك البي، يبقى كده لما تحب تجيب الاي بي هيبقى عشان تشيل التربيع هيبقى جذر اف بي، طبعا هيبقوا 4 على 80، هتطلع معاك الاي بي انا جايبها هنا تقريبا كده في رينج 2 من 10 بالتقريب يعني، او 22 او 23 حاجه كده بالتقريب بس، فانت كده جبت الاي بي. خلي بالك مش ده الاختيار، لان انا عايز بعد خفض ايه يا ريس؟ بعد خفض الحراره، انا طبيعي لما هقلل حراره، لما هقلل الحراره همشي عكسي صح كده، احنا قلنا الحته اللي تزودها تمشي عكسها، الحته اللي تقللها تروح لها، تمام؟ فانا همشي عكسي، فهضطر هزود الاي بي هيزيد، فانت لازم تختار رقم اكبر من الرقم ده، فالوحيد اللي كان اكبر من الرقم ده التلاتة من 10. انت فاهم الصياعه؟ هو مش عايزك تجيب الرقم اللي طلع معاك، والحركه دي حصلت قبل كده في 23 فاهم، الامتحان ده شبه بتاع 23 قوي فاهم، انت على الرايق كده انت بتحل فاهم، بس تبقى فاهم لو غيرت الحركه كنت هعملها لك واحده برضو في المراجعه. خلاص ركز معايا وراجع الاسئله دي. طيب
اللي بعده، اذا كانت درجه الذوبانيه لملح بتساوي نص تركيز كاتيوناته. يا ابن اللعيبه، درجه الذوبانيه الحته دي بتاعت الكي اس بي اللي هي كان اخر الباب التالت، فهو انت بتقول لي ايه؟ ان هي بتساوي نص تركيز كاتيوناته لملح شحيح الذوبان. خلينا بس متفقين مبدئيا ان الملح ده لازم يكون كاتيوناته فيها 2، كاتيون اللي هو الموجب. فلو جينا اتكلمنا على الف، بص عشان تبقى فاهم بس، كربونات بوتاسيوم اصلا ده لا، صايعه قوي صايعه قوي، ليه؟ الكي بيدوب اصلا فمش تبعها. فوسفات فضه ده هيبقى رمزه Ag3BO4 وده راسب، ولو تفتكر كان راسب اصفر. كربونات باريوم BaCO3 كربونات راسب، وكربونات فضه Ag2CO3. الثلاثه دول رواسب، بس انا عايز كاتيوناته تبقى تركيزها ضعف درجه الذوبان بتاعت الاساسي. يعني ايه؟ خلي بالك بالراحه كده، هو الاجابه بالراحه مع بعضينا ده، بس تعالى نتكلم. ما انت لو مسكت Ag2CO3 وفككتها، طبعا انا فكك لك كله بس امشي معاك، هيطلع لك 2 Ag موجب صح عشان الوزن، زائد CO3 سالب 2. حتى احنا كنا بنعمل ايه؟ لو فرضنا ان ده اكس فكان ده يبقى 2 اكس وده اكس، فاكر؟ اللي هو المعمرات عدد المولات. فكده المفروض بص، درجة ذوبان الملح اللي هي الاكس، فكده كنا بنفرضها اكس، هي المفروض نص تركيز كاتيون صح. انما لو كان الكلام على باريوم هيبقى لو ده بيتفكك، يا باشا ما انت عارف ان ده هيطلع بي ايه وسي او 3 بس، فلو ده كان اكس فده اكس وده اكس، فالاتنين زي بعض. ولو فككت ده فيه 3 فضه، فاهم؟ يعني المفروض تبقى تلت تركيز كاتيونات. فانا عشان كده عايز المعلم ده. وخلي بالك كان ممكن ناس كتير قوي تقع في السؤال ده يقول لك ايه؟ طب ما الكي 2 سي او 3 لو اتفكك هيطلع لك 2 كي ويبقى فعلا نص تركيز كاتيوناته، عشان في 2 كي زي 2 فضه كده، بس اصلا ده بيدوب. فكانت جميله قوي، جميله قوي ان انت ممكن تشك في اجابتين تنفع. اللي مش فاهم نظري هيقع. خلاص نربط باب تاني فيها شويه. تمام. تمام. اللي بعده، أي مما يأتي سبب زيادة سرعة التفاعل بارتفاع الحرارة. نتكلم بالراحة، أنا لما بزود درجة الحرارة سرعة التفاعل بتزيد. ده كان موضوع بسبب إيه؟ كنت بتخلي الجزيئات أكتر نشاط. هي أصلا التفاعلات لازم عشان تتم عند طاقة تنشيط معينة عشان يبتدي يكسر الروابط. حتى كنا بنحط الحفاز عشان نقلل فترة التنشيط دي. فالتفاعل عموما عشان لو بنتكلم على درجة الحرارة، هي أصلا تعريف إن أنت تكسر روابط هي حركة الجزيئات دي. لو وصلت لطاقة التنشيط هي الطاقة اللازمة أو طاقة الحركة اللي تخلي الجزيئات تخبط في بعض فتخلي في كسر روابط. معنى الكلام إيه؟ إن أنت زيادة عدد الجزيئات التي تمتلك طاقة التنشيط، ما أنت كده زودت، فاهم؟ طاقة التنشيط، سوري، وصلت طاقة التنشيط فزودت المتفاعلات اللي بقى عندها طاقة تنشيط. فكلامك جيم مظبوط. تعالى بس نتكلم. زيادة الفرق بين طاقتي المتفاعلات والنواتج، الدلتا اتش تبقى حتى لو زودت الحرارة للصبح، فاهم؟ هي سرعة التفاعل بتزيد بس الدلتا اتش ثابت. نقصان ثابت سرعة التفاعل آه مش معانا، لأن أنت برضو ما تعرفش هو طارد ولا مصر والكلام على إيه. ولو اتكلمت على نقص طاقة التنشيط، هي أصلا طاقة التنشيط موجودة عند رقم معين. نقص طاقة التنشيط دي معناها إن أنت حطيت حفاز. فهمت؟ هي الكلام على الإجابة دي حتة نظري حلوة. طيب. أي مما يلي بيقول لك يحدث أثناء تعرض اللوح الفوتوغرافي للضوء. أو إيه اللي بيحدث أصلا؟ أنت لو تفتكر كانت الحتة دي بتاعت الضوء كان بيسقط على في حاجة مادة اسمها اي جي بي ار، فاكر؟ كان الاي جي بي ار يا مسهل، الاي جي بي ار لو تفتكر كان الأول بنفكك وطلع لك اي جي موجب وبي ار سالب. عملتها رايح جاي، عملتها رايح بس مش هتفرق معاك كده، بس هي فوت اصول كده. وانا وانت عارفين ان البي ار سالب بيتحول لبروم، خليك بس معايا، وكده حصل له عمليه اكسده لو تفتكر المعادله دي، وكده 2 بي ار و2 الكترون. انما الفضه كان ايوناتها الاثنين، لان انت هتكتسب 2 الكترون ويطلع لك 2 فضه، كنا وزنينها وفاهمينها اصلا.
فكده الراجل ده حصل له اختزال صح؟ والبروم السالب حصل له اكسد. فبيقول لك تختزل ايونات الفضه وتختزل ايونات البروم استحاله. هي بتختزل ايونات الفضه وبتتاكسد ايونات البروم. فالكلام على اختزال ايونات الفضه واكسده ايونات البروم، مش اي حاجه وخلاص. ها تمام، عشان دول برضو ايه مش صح. اللي بعد محلول مائي لحمض ضعيف ثابت تأينه، برضه هنا بتتكلم على حاجه اسمها كي اي، ويتأين بنسبه هو مديلك النسبه بتاعت التأين. احنا كان عندنا حاجه في الدنيا اسمها الفا، الفا دي اسمها درجه التأين. لو مديها لك نسبه هي معنى كده ان هو قاسم الرقم ده على 100، فاهم؟ انما لو انت كنت بتجيب الالفا وعايز النسبه كنت بقول لك بعد كده اضربها في 100. فاكر الحوار ده؟ طيب خلي بالك عشان دي بتيجي ممكن. الراجل ده هو معناه اللي هو 147 بس في علامه زيرو كده. طيب انا بقى بقول لك عايز يحسب تركيز مين هو؟ في الهيدرونيوم. تركيز الهيدرونيوم لو تفتكر القانون الرسمي اللي علينا في المنهج كان عباره عن جذر الكي اي في السي اي صح؟ بس انا ما عنديش سي اي، انا معايا كي اي. فكنا اصلا عارفين ان الكي اي اصلا كقانون هي كانت الفا تربيع في السي اي، بس انا برضو معيش السي اي. فانا قلت لك مره حركه كده لو تفتكر، كنا قايلين ممكن نجيب السي اي بدلاله كي اي والفا، على اساس ان هي هتبقى كي اي على الالفا تربيع صح؟ بالقانون ده من دي انا كده خليت السي اي في طرف، وممكن اعوض عن السي اي بقيمتها هنا، فاهم؟ فكده هيبقى بالنسبه لك ايون الهيدرونيوم نص الكلام بقى عشان نستنتجه لو انت بتنسى قانون، انما القوانين معاك. لو هستنتجه فانت هتعوض عن السي اي بالكي اي صح؟ فكده هيبقى كي اي في كي اي هتبقى كي اي تربيع، لان انت عوضت هنا بالكي اي على الالفا تربيع. فالتربيع والتربيع يروح مع الجذر، بقى عندك الهيدرونيوم بتساوي الكي اي على الفا. انت لو حافظ القانون تنجز، بس انا بفهمك كانت منين برضه. معاك الكي اي ومعاك الالفا، احسب. طلعت معايا 9.73 اللي هي الراجل ده. تمام تمام. اللي بعده طبعا اللي حافظ قوانين بينجز اللي مش حافظ يرجع للمفاهيم، بس يفضل تبقى حافظهم في دماغك كده وتربطهم ببعض عشان مش شرط تجيب مسألة مباشر يعني. تمام. محلول حامضي الأس الهيدروجيني له بيساوي 2، ده كده البي اتش، بس ما سابش حاجة ما اتكلمش عليها. وبعد إضافة حجم صغير من إحدى القواعد نحط عليه قاعدة، الحجم حبة صغيرين تغير البي اتش يصبح 4، دي البي اتش الجديد. فعايز يعرف ايه مقدار التغير لايون الهيدروجين. باشا قبل كده اديتك مساله شبهها، قلت لك ايه؟ البي اتش في البدايه كان ب2، بعد كده بقى ب4، فكده زاد بمقدار 2. فمره كنت قايل لك بقى يبقى كده المفروض تاني بي اتش كان ب2، بي اتش بقت ب4، كده مقدار الزياده كان زودت 2 بس. فكنت مره قايل لك بقى ازاي احسب يبقى زاد قد ايه اتش او زاد قد ايه او اتش او البي او اتش، طبعا انت فاهم كل الكلام ده. فتعالى بقى، انت اصلا عشان تتكلم عن اتش الموجب كنا قايلين اصلا في قانون هي 10 اس سالب البي اتش، اعملها بالارقام اللي انت عملتها. ومره كنت قايلها لك اصلا سؤال لو تفتكر، قايل لك البي اتش لو زاد بمقدار 2 بس، هزاد بمقدار 2، حط لك ارقام، انت قلت ارقام هو هنا حطها لك اشتغل عليها. تمام. كان البي اتش كده الاتش الموجب قصدي في الاول، في اول واحده هيبقى 10 اس سالب 2، انما الاتش الموجب في الثانيه 10 اس سالب 4. فمن 10 اس سالب 2 ل 10 اس سالب 4 الله يبارك لك كده قلت بمقدار كام؟ هي قلت بمقدار 10 اس سالب 2، او ليه قلت بمقدار 100، فاهم؟ ما هي ده كده من هنا لهنا الفرق 10 اس سالب 2، فهي بتقل بس بمقدار كام؟ المية، لان 10 اس 2 100. الله يبارك لك ها عشان الرياضه. ماشي. اللي بعده طبعا قدامك بيقول لك الراجل الطيب ده، إذا علمت إن طاقة التنشيط التفاعل العكسي بدون حفاز 190، أنا بحب أوي الأسئلة دي، وطاقة التنشيط الطردي بدون حفاز ب 80، وطاقة المواد المتفاعلة 240، هو كده عايزك ترسم أنت الرسمة، فاهم؟ معايا؟ طيب أنا والله ما أعرفش التفاعل ده طارد ولا موز صح؟ هو مش بيديني حاجة، بس هو قال لك إيه؟ العكسي بدون حفاز والطردي بدون حفاز.
العكسي بدون حفاز هو طبعا انت بتبدا بدون حفاز للعكس من هنا، فده ب 190 صح؟ يعني المسافه دي 190 اللي هتبقى من هنا، والطردي بدون حفاز ب 80، يعني المسافه اللي هنا صغيره. فكده انت لو بدات من هنا زدت قليت تقل حبه كتير. ليه؟ عشان تبقى انت فاهم ان الجزئيه دي بتاعت العكسي ب 190، فاهم؟ ولا ايه؟ وبتاعت الطردي ب 80 بس، والكلام ده بدون حفاز، وما حطش حفاز في الكلام. حلو قوي. وهو بدأ التفاعل عند كام؟ قال لك دي ب 240، هو اللي قال. ليه؟ قال لك طاقة المواد المتفاعلة. عسل قوي. ماشي، عايز ايه بقى انت؟ اي مما يلي صحيح. التغير في المحتوى الحالي اللي هي مين يا شباب؟ اللي هي الدلتا اتش. تعالى بقى، انا لو عايز اجيب الدلتا اتش على الرسمه، هي الدلتا اتش بتبقى فين؟ الجزئيه دي، فاكر؟ دي بالنسبه لنا اللي هي مين؟ الدلتا اتش. فانت هتطرح ال 190 كلها ناقص، صح؟ ناقص الحته دي اللي هي ال 80 عشان تجيب الجزئيه دي بس، فاهم قصدي؟ فانت الجزئيه دي عشان تيجي معاك هتطرح لي ال 190 ناقص ال 80. 190 ل 180 تطلع معاك 110. 110 دي المفروض الفرق اللي ما بينهم ده المفروض الرقم. التفاعل ده طارد ولا موس؟ تعالى بس نتكلم. انت شايف ان النواتج هنا صح؟ دي متفاعلات صح؟ بعينك كده مين الكبير؟ النواتج صغيره ومتفاعلات كبيره. كنت قايل لك جمله حلوه قوي، لما يبقى التفاعل عايز اعرف طارد ولا موس بطاقه التفاعل بتاعت المتفاعلات والنواتج. انت عارف قانون الدلتا اتش، انا هفكرك عنه. كان نواتج صح ناقص متفاعلات. فكنت قايل لك لو كان النواتج هي الكبيره يبقى تفاضل هيطلع دلتا اتش بالموجب، هيبقى ماس. انما هنا النواتج صغيره، فالدلتا اتش هتطلع بالسالب. فانت لازم تبقى مترجم ان التفاعل ده ايه؟ طارد. عارف لو باظت منك خالص انا كنت محفظك ان شكل الرسمه دي طارد والتانيه ماس، اللي هي لما نبقى النواتج فوق. فكده التفاعل طارد لازم اصول تطلع بسالب 110. فهي الكلام على سالب 110 صح. فهمت؟ تعالى بقى نتكلم شويه ان الباقي صح ولا غلط. هو خلينا متفقين التفاعل مش طارد، التفاعل الصودي مش ماس، هو اتفقنا ان هو طارد. ولما اجي اتكلم على طاقه النواتج، تعال، انت عرفت ان طاقه المتفاعلات كام؟ 240 صح؟ والحته دي ب 110 صح؟ الحته دي ب 110. فانت تعرف تجيب الحته دي بقى، تطرح من 240 من 110 تطلع معاك 130، فاهم؟ مش 90 خالص. فاهمني؟ 130 و110 تطلع معاك 240. انما لو جينا قلنا عند اضافه حفاز الى هذا التفاعل تزداد طاقه النواتج وتزداد سرعه التفاعل. باشا سرعه التفاعل هتزيد. النواتج والمتفاعلات ملناش دعوه بيهم لما بحط حفاز، دول الدلتا اتش تفضل ثابت. الحفاز بيغير طاقه التنشيط، هيخلي هنا في نقط بس. فاكر؟ تمام. تفاصيل حلوه قوي. ظبطت لك الرسمه دي تاني. تمام. لو في اي مشاكل يبقى قول لي. طيب اللي بعده. تالت خلص، فاهم؟ حب التالت حلوين ورا بعض كده. رابع بقى قال لك بداية كده بيقول لك خلية دانيال بيتكون الانود من الخرسين والكاثود من النحاس. تشكر يعني. فاكر انت الخلية؟ لما كنا بنرسم نصين خلية كده، وكنا بنحط قطب خرسين والقطب التاني نحاس، وكان كل واحد في محلول املاحه، وكنا بنوصلهم بسلك، والسلك ده اتحط له فولتميتر اللي هو كان بيقيس فرق الجهد ما بينهم، وكان في قنطرة والكلام العسل ده. هو بيقول لك ايه؟ اي مما يلي صحيح، علما بان الكتل الذريه بتاعت النحاس والخرسين ايه. انا وانت بس عارفين معلومه قبل ما اكمل، ان الخرسين كان بيدوب تحت وايونات النحاس بتترسب فوق، صح؟ فكان النحاس بيترسب والخرسين بيدوب. هو بيتكلم ايه؟ ان النقص في الانود والزياده في الكاثود. بص الكلام ده كله كده طبعا مع عدد دقائق بيقول لك بيقل تركيز ايونات الخرسين ويزيد تركيز ايونات النحاس. الجمله دي غلط، لان انت عارف ايونات الخرسين بتزيد وايونات النحاس هي اللي بتقل. فهو الاختيارات فوق النقص في الانود والزياده في الكاثود قد بعض ولا مين اكبر من مين. الموضوع بس عشان ما تنساش كان بيرجع للكتل المكافئه كمان. انا بفكرك، انت لو الطبيعي ان الاثنين قد بعض ككميه حتى كتل، هما مش بيقلوا زي بعض بالظبط، مش بالظبط تيبيكال. ليه؟ الكتل مختلفه. فقصاد مثلا واحد مول يدوب هنا، قصاده واحد مول يترسب هنا،
ده لو مولات. فالمول والمول لان انت نفس المولات. المول خرسين 65 انما المول نحاس 63 ونص. ده مع اعتبار ان انت ما رصدتش كتله مكافئه، فاهم؟ انا بتكلم على ان انت مثبت كل حاجه والتكافؤات زي بعض عشان هما الاثنين ثنائي. فانا لو جيت اتكلمت هو النقص هنا يبقى 65 انما الزياده هنا 63 ونص، فهمني؟ فنقص الخرسين اكتر من زياده النحاس، فنقص كتله الانود اكبر من زياده كتله الكاثود. سؤال حلو قوي قوي، لان كانت في ناس ممكن تعملها يساوي. لا انا النسب مش قد بعض بالظبط، فاهم؟ حبه اللي بيقلوا هنا بيزيدوا هناك بس مش بنفس الكم بالظبط. تمام. اللي بعده 3 فلزات A B C ترتيب جهود اختزالها. كويس، احنا كنا بنشتغل جهود اختزال، فطالما دول ترتيب الجهود الاختزال يبقى ده ترتيب جهود الاكسده. يبقى كده الترتيب A B C نشاط. فاكر الحوارات دي؟ اصل اللي اعلى جهد اختزال اقل جهد اكسده، فده اقل نشاط وهكذا. طيب، اي العبارات الصحيحه يمكن اختزال سي موجب 2 بسهوله اكتر من ايونات اي موجب 2. يا ريس، ما هو اصلا ده كان صعب اكسدته وسهل اختزال، وايه سهل اكسدته صعب اختزال، فالسي بيختزل اسهل من ايه، صح؟ هو عايز ايه العبارات التاليه صحيح؟ تعالى بقى نتكلم. جهد اكسده بي اصغر من جهد اكسده سي. لا يا ريس، يمكننا تخزين السي في اناء مصنوع من بي. كنت قايل لك جمله لو تفتكر النوت ده، ما ينفعش احط محلول الاقل نشاط في الاكبر نشاط. فاكر الجمله دي؟ كنت كاتبينها نوت مع بعض. يعني لا ينفع، ما ينفعش ايه اللي انا بقوله ده، ما ينفعش احط محلول الاقل نشاط في الاعلى نشاط عشان ينفعلوا مع بعض، انما ممكن احط محلول الاعلى نشاط في الاقل نشاط. ماشي، فاهميني؟ فالراجل ده يمكننا تخزين السي، محلول سي في بي. لا يا ريس، هيفرق معاك ان الاعلى نشاط بيحل محل. يمكننا تقليب محلول ايه بواسطه ساق من الفلز بي. تعالى بس نتكلم. انا لو جيت قلت يمكن تقليب ايه بساق مصنوعه من بي، انا فاكر ان السؤال ده برضو دي تنفع ليه. اصل انا لو مسكت ساق بي، البي اقل نشاط فممكن اقلب بي عادي عشان مش هيتفاعلوا مع بعض. واختزال الايونات بتاعت السي موجب 2 تختزل بسهوله عن انا ما خدتش بالي من دي برضو، بس الاثنين ينفعوا. انا شايف الاثنين دول ينفعوا، هو عادي الاجابات الصحيحه. ماشي، اكيد فيها غلطه اهي، اكيد، فاهم؟ احنا بنحلوها مع بعض. او ما خدتش بالي من ده خالص. هو السي موجب 2 تاني، معلش عشان ما نضيعش الدنيا، الاختزال بتاع ايونات السي موجب 2 بيبقى اسهل من ايونات الاي موجب 2، الكلام ده مظبوط. وتقليب ايه، تقليب الايه باناء بساق مصنوعه من بي، هما مش هيتفاعلوا مع بعض، فبرضه هتنفع. هي الاجابه الف ودال صح، مش اي مشاكل بقى خلاص. دي برضه خلي بالك واحده كمان شويه هنصححها، ده اللي انا فاكره، ما خدتش بالي من دي يعني. ماشي، المهم ان كده انت فاهمني. اللي بعده، عند اضافه 3 قضبان من عناصر اكس واي وزد لنترات نيكل. على بس كده نتكلم. نترات نيكل يعني انت عندك محلول تحت ان اي ان او 3، طبعا باي 2 مش مهم عندي. هو قال لك مره حط اكس، تاكل اكس وتغطى واي بطبقه ولم يحدث حاجه في زد. معنى ان انت حطيت اكس وواي، اكس تاكل او واي حصل له ترسيب عليه، اتغطى بطبقه من النيكل، معنى كده ان الاكس والواي كانوا انشط من النيكل. الاكس والواي انشط من النيكل، انما الزد ما اتفاعلش، بس انا ما اعرفش مين انشط من مين. راح بعد كده قال لك ايه، وعند تكوين خليه جلفانيه من اكس وواي. بص بقى، فاهم؟ هو بقى عشان انا عايز اعرفك اكس ولا واي بقى اللي انشط. قال لك يزداد تركيز ايونات الواي في المحلول. انا لو رجعنا من شويه كنا اللي بيزيد تركيز ايوناته الانود، صح؟ اللي هو كان بيبتدي يدوب، والكاثود كان ايوناته بيحصل لها اختزال فبتقل. فاهم قصدي؟ فكده هو كلامه ان الواي هي اللي انشط من الاكس، فده ترتيب الكلام بتاعه كحيث نشاط. فبيقول لك اي مما يلي تعتبر ترتيب صح
كعوامل مؤكسده، يعني بيحصل لها ايه؟ اختزال. فاحسن واحد اختزال الزد، فاهم؟ بعد كده النيكل، بعد كده اكس، بعد كده واي. هو كان كلامه على زد واكس وواي، هي زد اكس واي، زد اكس واي، مش عمر. خلاص مفيش مشاكل. اللي بعد التفاعل اللي قدامك ده، التفاعل اللي قدامك ده باين ان المعادله فيها النيكل حصل له اكسده والفضه حصل لها اختزال، انيناتها طبعا. والكلام هنا انت عارف طبعا اللي بيحصل له اكسده انود والاختزال كاثود واللي انت فاهمه. طيب بعد كده قال لك ايه؟ هو مدي لك معادلتين، المعادله دي معادله اكسده، فده جهد اكسده كان بيتساب زي ما هو، انما المعادله دي معادله اختزال، واحنا كنا بنتكلم او الرقم جنبها ده كده جهد اختزال، ما كناش بنشتغل اختزال وكنا بنشطب امه خالص ويبقى سالب 8 من 10 مؤاخذه يعني. فكده مين الانشط؟ طبعا النيكل، والنيكل هو اللي حصل له اكسده فوق في المعادله، يعني الكلام سالك. فكده دي خليه جلفانيه ايش؟ يعني عادي ان انت المفروض التفاعل الطبيعي بتاع الاكسده هو الاكسده هو الاكثر نشاط. على فكره لو كان عاكس، يعني كان مخلي الفضه هي اللي حصل لها اكسده، كنا ساعتها نقول الخليه دي الكتروليتيه. فكده انت مستبعد الف ومستبعد د. جلفانيه عايز يحسب اي ام اف، اي ام اف كنا بنحسب هيبقى جهد النيكل صح ناقص جهد الفضه، واحنا شغالين اصلا جهد اكسده انود ناقص جهد اكسده كاثود، صح كده؟ متفقين احنا بجهد اكسده، هتطرحهم هتبقى موجب موجب، فهتزيد معاك تقريبا هتطلع الاجابه دي. بس كده شكرا. ماشي، سهله ما فيهاش اي مشاكل الحمد لله. ودلوقتي الدنيا سالكه. بعد كده بيقول لك لحمايه العنصر A بالعنصر B من التآكل. تعالى بس تعالى تاني، هو عايز يحمي العنصر A بالعنصر B، فاهم؟ يعني B هو اللي من بره، يعني ده B واللي جوه A. فالكلام على حسب هي حمايه اموديه ولا كاثوديه، انا ما قلتش مين هنشط، هو الاختيارات اللي على الحد. فبيقول لك ايه؟ سحب الالكترونات من A الى B، يعني A بيفقد وB هيكتسب. معنى كده ان الاي هو اللي انود، لان اللي فقد اكسده، فاكر ده الدال. فالراجل ده A انود لو في الحاله الاولانيه، يعني هو اللي هيحصل له اكسده، يبقى البي مين؟ كاسود، هو اللي هيحصل له اختزال. هل بقى لو من بره كان كاسود يبقى حمايه انوديه ولا كاسوديه؟ لو من بره كاسود يبقى كاسوديه، يبقى كده الراجل ده مش صح. كنت قايل لك انا لو بحمل مع من بره كان اللي من بره ده اقل نشاط او بيحصل له اختزال، يبقى ده الكاسود ويبقى حمايه كاسوديه، فاهم؟ طب لو اللي من بره انشط يبقى هو الانود وتبقى حمايه انوديه. تعالى بقى سحب الالكترونات من بي، يبقى كده هو حصل له فاقد. واختزال الاكسجين، صح، فاكر انت؟ كان وحياة امي لو المعدن تآكل يبقى هو اللي حصل له اكسده والهواء اللي عمل اختزال، فاكر؟ طيب فكده انت الاكسده حصلت لبي واختزال الاكسجين، ولو البي حصل له سحب يبقى هو الانود، يبقى ساعتها حمايه انوديه. صح تمشي. على بس نتكلم، انتقال الالكترونات الى ايه الى ايه، يبقى معنى كده ايه هو اللي يعمل اكتساب، صح؟ والاكتساب معناها ان كده البي حصل له اكسده، يعني البي اللي فقط، وكده تبقى حمايه ايه؟ انوديه مش كاسوديه. انت مترجم انا بعمل ايه؟ انتقال الالكترونات بين بي وايه ويمثل ايه قطب مضحي بره الحوار خالص، لان انا عايز اعمل حمايه ده بده. بس انت لو قلت انتقال الالكترونات بين دي وبي ويمثل ايه قطب مضحي، ما هو لو ايه قطب مضحي يبقى انت المفروض بتخلي بي هو اللي يحميه، هو اللي بيتحمى، وانا عايز اصلا ايه اللي توصل بالعنصر بي. فلو كانت قطب مضحي كان المفروض يبقى البي هو اللي مضحي. خلاص تمام. اللي بعده، طيب بيقول لك كل مما يلي يحدث اثناء اعاده شحن البطاريه بتاعه الرصاص الحامضيه مع طبعا احنا بقول لك متفقين ان انا لما باجي اشحن البطاريه تاني كده بسرعه، انت بتوصلها كثافه الالكترونات بتاعت البطاريه السليمه كانت من 1.28 ل 1.3، ده الطبيعي وده كويس. فهو قال لك تصل كثافه الالكترونات، المعلومه دي صح. تتحول كابلات الرصاص الثنائي الى الرصاص عند الكثف في الخلايا الالكتروليتيه. تعالى بقى الحته دي حلوه، لو تفتكر كنت قايل لك بص اثناء التفريغ، راحت فين؟ اثناء التفريغ انا بفكرك عشان بس ما تنساش،
كان الرصاص بتاع الانود يتحول لرصاص موجب 2 و2 الكترون، صح؟ وكان الكاثود الرصاص اللي كان رباعي بياخد الاتنين الكترون ويطلع لك رصاص برضه ثنائي، والمفروض بس كده خلاص. الرجاله دي ان هم كانوا البي بي اس او 4 بس انا كتبت الايون بس. فاكر انت الحوار ده ان البطاريه كانت بتملح؟ ده اثناء التفريغ. اثناء الشحن بص انا بفكرك بيها كلها، قلت لك بنعكس. فكان يبقى البي بي موجب 2 ياخد الاثنين الكترون لاول واحده يطلع بي بي، انما البي بي موجب 2 يطلع لك بي بي موجب 4 و2 الكترون. بس كنا متفقين ان التفاعل اللي فوق ده تفاعل اختزال، فيبقى ده اللي بيتم عند الكاثود وده اللي بيتم عند الانود، لان ده الاكسده. كنا بالبلدي اللي هو قلت لك بنعكس الاقطاب، والتفريغ جلفانيا والانود فيها سالب والكاثود فيها موجب. انما الشحن تحليليه او اللي هي الالكتروليتيه، فكان الكاثود هو اللي بيبقى سالب والانود اللي بيبقى موجب. فهو هنا بيقول لك تتحول كبدات الرصاص الثنائي، الرصاص الثنائي الى الرصاص. يقول لك بعد كده كبدات الرصاص الثنائي، الرصاص الايه؟ الثنائي لسه قايلينها فوق، بتحول لرصاص عند انود الخليه الكلفانيه. بص هي كانت الرصاص الثنائي بتحول لرصاص عند كاثود الالكتروليتيه اللي هو انود الجلفانيه، مش كان نفس المعادله بس اختلاف الاقطاب. بس الفكره هو كان بيتكلم على شحن، بس الناحيه دي كانت الانود بتاعت الجلفانيه. انت فاهم الفكره؟ هتمشي برضه. تتحول بقى كبريت الرصاص الثنائي الى اكسيد رصاص ثنائي عند كاثود الالكتروليتيه. طبعا الرصاص الثنائي انت عارفها، انما اكسيد رصاص ثنائي خلي بالك هو الرصاص هنا مش ثنائي، الرصاص هنا هو الرباعي. فهنا هو بيتكلم ان من موجب 2 لموجب 4. الكلام ده بيحصل عند كاثود الالكتروليتيه، لا انا حصل عند انود الالكتروليتيه. يبقى الكلام على ده. فاهمني؟ تمام. اللي بعده، تم طلاء معلقه نحاس كتلتها 60، المعلقه نفسها 60 بطبقه من الفضه. الحوار ده لو تفتكر معايا نظري صغير، كنا عشان نعمل عمليه طلاء كنا بنخلي الماده المراد الطلاء بها انود، فاكر؟ اللي هو كان الموجب، وده كده يبقى الكلام ده الفضه، والماده المراد الطلاء عليها هي الكاثود يبقى نحاس، والمفروض الالكتروليت كان بيبقى حاجه فاضله مثلا اي جي، اي حاجه موجب، اي جي ان او 3 ايا كان. عشان لما كنا بنتكلم كان المعلم ده بيدوب الاول لاي جي موجب، ومع الوقت يبتدي يترسب هنا تاني ويطفي الناحيه التانيه. الموضوع ده قال لك وصله بتيار 10 امبير وستة في 6 دقائق. اول طلعه اي بصمجي بيجيب كميه كهرباء اساسي يعني، وهتقول لي ان انت هتضرب ال10 في 6 في 60 عشان انت بتشتغل بالثانيه، تطلع معاك 3600. الكلام ده بالكولوم، ماشي. هو عايز يعرف كتله المعلقه بعد الطلاء. بعد الطلاء يعني بعد كده انت حطيت كميه فضه، فاكيد انا عايز اجيب الكتله المتمثله بتاعت الفضه. كنا قايلين معلومه حلوه ان الواحد مول من اي ماده زي الفضه كانت بتساوي التكافؤ بتاعها بالفرضيه، فاكر الساقر ده؟ فالفضه اصلا الواحد مول منه عشان عايز كتله ب 108 جرام، صح؟ بيحتاج كام فرضيه؟ بيحتاج واحد فرضيه اللي هي 96500 كولوم، صح؟ فلو انا طلعتها 3600 كولوم يبقى الراجل لازم واعمل مقص غلست. بس السي اللي هتطلع معاك باربعه تقريبا و3 من 100 بالتقريب كده. فدي كتله الفضه بس. انما المعلقه كلها تبقى كام؟ المعلقه اصلا كانت 60، المعلقه النحاس اللي كانت هنا ده كانت 60. لما اتحط عليه الحبه اللي زادوا هنا اللي هم كام؟ 4 و3%، يبقى كلها 64 و3%. عشان مش الف، ها؟ لازم يحط الاختيار اللي يطلع معاك على الاقل، فاهم؟ خلي بالك يعني. السؤال اللي بعده ماشي بنفس الطلعه. لما قلت لك برضو ترسيب ذره جراميه، جرام ذره، الكلام ده كله، كان الذره الجراميه بتاعت الماده ايا كانت هي مين كانت بتحتاج التكافؤ بتاعها بالفرضيه.
فهو الذره الجراميه بتاعت اكس محتاجه 6 فاراداي، يبقى كده انت هتدور عن الاكس اللي كان تكافؤه موجب 6. فكلامك على موجب 6، طبعا هنا الاكس موجب 2، هنا هتحسب حاله تاكسد، هنا الاجابه تطلع معاك ج، لان اكس او 3 كده هي اكس زائد سالب 2 في 3، فاكر؟ وكده كنا بنساوي بصفر حاله تاكسد، سالب 6 لانها الثانيه ب6، هي دي الاجابه. نبدا بالعسل بتاعنا عضويه، يلا بينا بقى. بص تاني، هات لي كوبايه شاي تاني فاهم؟ عشان هنقعد نتكلم شويه بكل تفصيله في الكلام بتاعنا. الراجل ده بيقول لك بالتقطير الجاف لهكسانوات صوديوم. هكسانوات صوديوم، انت كنا بنقلل سي في تقطير الجاف، فاصول يطلع لك المفروض بنتات او اي حاجه فيها سي 5 اتش 12، مش شرط بنتين. لان هو بيقول لك ايه؟ هو عايز ايزومر المركب الناتج اللي بيحتوي على 4 مجموعات ميثايل. 4 مجموعات ايه؟ ميثايل. هو اولا اصلا البنتان لو فردناه 5 سيات هيطلع لك 2 ميثايل على الطرف. ايزوميرو بقى انا كده عايز فيه 4 ميثايل، فاكيد مش هتطلع 4 وطلع فرع، انت هتلاقيهم 3، وهنا في سي وهنا في سي، لان انت لو زودت هتلاقي هنا ميثايل، هنا ميثايل، هنا ميثايل، هنا ميثايل، فدي اللي فيها 4 ميثايل، فهمت؟ ده ايزومير الناتج. فكده الراجل ده هو 2 و2 ثنائي ميثايل برباع، يبقى الكلام على اكل. فهمتوا الكلام؟ هو مش بنتين، فهمت؟ طيب اللي بعده، عشان حتى خلي بالك انت حتى لو فردت كله، هو 3 ميثايل بيوتات اصلا غلط، مفيش حاجه اسمها كده. و2 و2 ثنائي ميثايل بيوتان ده كده كلهم 6 اصلا مش تبعنا، و3 ميثايل بنتين برضه مش تبعنا كلهم 6. فاهمني؟ فالموضوع مش صح اصلا، يعني انت اصلا لو جيت اتكلمت على الباقي مش مظبوطين. اللي بعده، السؤال ده بس كان فيه غلطه، وركز معايا شويه. هو بيقول لك بالتكسير الحراري الحفزي سي 14 اتش 30 ماشيه نمبر تو نمبر بلس 2، والكان بيتعملوا تكسير حراري حفزي كان بيطلع الكان والباقي الكين، فاكرها انت؟ وبرضه هنا قايل لك ان هو لما جه مسك السي 14 اتش 30 الليكويد، يا باشا عشان الالكان من 5 ل 17 ليكويد، ده اللي انا بتكلم فيه بقى. بص بقى، هو بيطلع 5 12، 5 12 ده الالكان، بس اصول يكتب هنا ال اصول يعني، بغض النظر عن حالته الفيزيائيه هو لازم يطلع واحد الكان والاثنين التانيين ايه؟ الكين. وطالما طلعت 5 من ال 14 يبقى لسه فاضل لك كام؟ 9، صح؟ فالتسعه دول على حسب السؤال بقى، هو تحت كله هبت اس، يعني هبتان ايثان والكلام ده، فاصول ان انا اطلع 7 و2 صح، بس مين؟ الاثنين الكين. ليه؟ انت المفروض لازم الجي ده الغاز وده ليكويد، فدي اكيد ده اللي سي 2 وده اللي سي 7، صح كده؟ فالمفروض ان يبقى سي 2 اتش 4 وسي 7 اتش 14. عايز اتاكد ان كلامك صح. بص، 2 و5 و7 14، 4 و12 16، و14 يبقوا 30، زي اللي داخل، فلازم الاثنين التانيين يبقوا الكين، فهمت؟ فعشان كده هو كاتب ايثان وهبتان ولا ايثين وهبتان، فاهم؟ هو كده كده الاكس هو اللي ايثين، فخلينا متفقين ان دول غلط عشان دول اصلا ايه؟ مش تبعها، دول هو عكس لان ليكويد وجاز، بس اصول يبقى ايثين وهبتين عشان يبقى كلامك صح. فدي اللي تتصلح وتقابلها لي دي، هو اللي غلطان، تمام؟ اللي بعده عادي، فاهم؟ بنغلط، بني ادم برضه، بس هو ربنا يستر ما غلطش غلطه زي دي في امتحان، شكرا، فاهم؟ ربنا يستر يعني. طب متزاول انت طول اللجنه لغايه ما تلاقي حد بني ادم مستعان حد يصلحها لك ساعتها، بس ان شاء الله يتراجع يعني. طيب اللي بعد، اسم المركب ده ايوباك. طبعا احنا كنا متفقين اي حاجه بين قوسين بنطلعها ده فرع، فهي كده السي اتش طالع منها سي اتش 3 وسي اتش 3، فهمني انت؟ وبعد كده قايل لك سي اتش 2 باي 4، كده الميثيلين يتكتبوا على السطر عادي، ادي 4 ميثيلين، فاهمين يا شباب؟ وبعد كده سي اتش 3، الراجل سالك ومفيهوش مشاكل.
سميها ايواك بقى سهله خلاص. انت طبعا اطول سلسله الرجاله دي، انت كده عندك ادي 6 7 وعلى التانية ميسايل، فهو 2 ميسايل هبتان، مفيهاش اي مشاكل. عسل. بس طبعا انت فاهم يعني ايه حوار، بس انت تفك الرابط احنا طبعا شبعنا منها. طيب اللي بعده عدد مجموعات الميثيلين في ميثايل بروبين. بروبين اهو معايا، والتانية ميثايل، لان ميثايل مش هتيجي غير في تفرع. فطبعا انت لما هتكمل الباقي اتشات، ده فاضل له 3 اتش، ده خلص، ده فاضل له 2، فكده انت عندك واحده ميثيلين اهي، يبقى كده واحد. اللي بعده موضوع سهل الحمد لله، فانا لو كان عايز المثال يبقوا 2 مش مشاكل. نيكست. في المخطط اللي قدامك ده 7 16 باشا، تفتكر ان ده كان اسمه هبتان صح؟ فالهبتان قال لك اعمل له اعاده تشكيل حفزي. اعاده تشكيل كنت قايل لك لو 6 سيهات ده بيبقى بنزين، اكتر من 6 بنبتدي نزود الباقي فروع. فالهبتان وصولها هيطلع لك الاول ايه اللي هو حلقه بنزين واللي طالع منها سي اتش 3. باشا ده التولوين، الله يمسيه بالخير يعني. التولوين مركب ايه؟ حلو. قال لك بقى خد ده اعمل له هدرجه. هدرجه ريس، كنت تتكلم كده على الحلقه اللي جوه، فكده هتكسر باي، هيبقى عادي ميسايل زي ما هي بس هيكسام حلقه. فاهمني انت؟ طيب فكده انت عرفت مين ايه ومين ومين بي. فالراجل الطيب ده بيقول لك اي من دي صحيح لكل من ايه وبي. بي بيدفع الاضافه فقط، اصلا ما يبقاش اضافه، ده يدفع الاستبدال فقط. ايه وبي يتفاعلان استبدال، هو ده بيدفع الاستبدال، وايه يدفع الاستبدال صح؟ يعني الراجل ده خلي بالك بنزين، فممكن يدفع الاضافه ويمكن يدفع الاستبدال، انما ده استبدال فقط، فالاثنين يدفعوا استبدال صح. A و B يتفاعلا بالاضافه والاستبدال هما الاثنين، لا باشا احنا قلنا ده ما بيتفاعلش غير استبدال بس. فاهمين يا شباب؟ طيب وبالمناسبه قايل لك A بيتفاعل استبدال فقط. فقط لا مش فقط، انا قلت ده بيتفاعل استبدال واضافه. وصلت؟ يبقى كده كلامك على مين؟ على B. تمام؟ اللي بعده خطوات الحصول على جامكسان من كربيد كالسيوم. ما خدناش كربيد كالسيوم في المنهج الراجل الطيب ده يعني اهو، غير ان هو بيتحط له ميه، وده كانت طريقه تحضير السي 2 اتش 2، فكلهم تنقيط ميه. حلو جميل. جامكسان بقى كان مين اصلا؟ انت تفتكر الجامكسان كانت حلقه طالع منها كلور 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 صح؟ لو هو كان اصلا كل واحده كلور، ولازم من كل واحده اتش برضه، اللي هو كان سي 6 اتش 6 سي ال 6، وده كان مبين حشري والكلام ده. الراجل ده كان بيجي ازاي بقى؟ كان لازم يجي من بنزين، ولازم البنزين ده عامل له كلور هلجنه باليو في بس من غير حفاز، عشان الحفاز دي كانت تبقى استبدال. فانت هتعمل له هلجنه اخر خطوه صح؟ في اول خطوه تنقيط واخر خطوه هلجنه. ايه الاجابه؟ الف. انا قلت لك حل كده قبل كده، بس انت عارف ان من ده عشان يتعمل كان اسمها بلمره حلقيه، او اللي هي اسمها بلمره ثلاثيه، لو كنا بنجيبوا 3 مول استيلين يتلف. تمام. اللي بعده اي مما يلي صحيح للحصول على ماده متفجره من مركب اليفاتي. لاعب قوي في سؤال كيف تحصل من كذا لكذا، يعني ده حته حلوه اهي، فاهم؟ الله يمسيه بالخير، كان واجب طول السنه فاهم، بس هنا مش عاملها مقالي، عاملها في الاختيارات. فطبعا ماده متفجره من مركب اليفاتي، مركب بيطلع ماده متفجره يبقى فيها نيترو. طيب من مركب ايه؟ اليفاتي. طيب انا لو عملت اعاده تشكيل، من شويه كنا جايبين اعاده تشكيل للسؤال اللي قبل ده للهبتان، اداني تروين، او يا عمي اديني بنزين، اعمل له نيتره. اه يا ريس انت غلع لك الشغل، فاهم؟ فالكلام صح، لان ده بيعمل نيترو. تسخين وتبريد، بص بقى تسخين وتبريد المفروض دي بتاعت الميثان تدي هستيلين، الهستيلين ما تعملوش نيترات. النيترات بتتعمل للناس اللي هي زي الجليسرين مثلا، او اي حاجه فيها حاله بنزين، فينول تولوين بنزين نفسه الكلام ده. بلمره ممكن الاستيلين تدي بنزين، بس البنزين يتعمله نيتره يمشي برضه، في مشكله استناني كده. تنقيط ماء على كربيد كالسيوم، كربيد الكالسيوم اصلا مش مركب اليفاتي،
فهمت الجملة؟ فهي بس حاجة بقى، أنت المركب الألفاتي اللي تبدأ بيه كان ينفع ده وينفع ده، أنا شايف الاتنين ينفعوا، اللي هي بلمرة برضه بلمرة بتاعت الاستيلين تدي بنزين أعمله نيترة تنفع، فدي برضه تاني سؤال فيه إجابتين ينفعوا، فاهم؟ برضه من الأسئلة اللي توجع دماغك، بس أنت فهمتني الموضوع، أنت فاهم صح؟ مش أي مشاكل. المركب الألفاتي عشان أجيب منه مادة متفجرة لازم من الآخر نيترة. الألفاتي كان عندنا يا إما هكسان هكتال أي حاجة نعمل له إعادة تشكيل، أو الاستيلين ده ألفاتي برضه. هو كان بقى عارف لو كان قال إيه؟ ألفاتي مشبع يبقى ألف، ألفاتي غير مشبع يبقى جيم، فاهم؟ ده لو كان كتبها يعني، بس هو سابها عايمة فمش مظبوطة معايا، فاهم؟ تمام يعني؟ طيب اللي بعده، كم عدد ايزومرات الصيغه الجزيئيه C4H10O؟ احنا قبل كده قلنا حوار، بس C4H10O ده حتى لو تفتكر في المراجعه كان مع بعضينا، ده نمبر تو نمبر بلس 2 O، ده كده كحول او اسي صح؟ متفقين احنا. وقلنا قبل كده نمبر تو نمبر O بس يبقى ده الدهايد او كيتو، ونمبر تو نمبر O2 ده حمض او استر، صح كده؟ تعالى بقى، هي قال ديت والتي لا تزيل ذوب برمنجانات البوتاسيوم المحمض، يعني عايزه ما يحصلوش اكسده. خلينا بس متفقين على حاجه، تعال نترجمهم. اولا لو عايز اطلع ايزومرات الكحوليه هو هطلع 4 سيهات، بص انا هترجمه لك كله، فيها او اتش على الطرف، او 4 سيهات في او اتش على الثانيه، او 3 سيهات واطلع فرع واخلي او اتش على الاولى، او 3 سيهات واطلع تفرع واخلي الاو اتش على الثانيه. دي الايزومرات الكحوليه والناس فاهماني انا بعمل ايه. انما لو هتكلم ايسير فانت ممكن تطلع 2 و2 والاو في النص، او 3 وواحده، او 3 وواحده. لو تفتكر عملناها برضه ان انت تخلي الثلاثه فيهم تفرع بقى، وده كان ايزو اصلا. تمام. طيب الايسير انا وانت عارفين ان هو ما بيتاكسدش، فكده ادي معاك 1 2 3 ايسير ما بيتاكسدوش. الكحولات الاولي بيتاكسد، الثانوي بيتاكسد، الثالثي ما يتاكسدش. فكان عندك الراجل الطيب ده هو اللي ثالثي صح، لكن السي بتاعت الكربينول ما فيهاش ولا اتش، فده الثالثي اللي فيهم، فده كده الرابع ايزومر ما يحصلوش اكسده. انما بالمناسبه ده اولي بيتاكسد دي الدهايد وبعد كده كيتون، يتاكسد دي الدهايد وبعد كده كيتون. ده ثانوي، سوري اكسد دي الدهايد بعد كده حمض، الدهايد بعد كده حمض. الراجل الطيب ده يدي كيتون على طول، سوري الاولي بيدي الدهايد بعد كده حمض، الثانوي بيدي كيتون، الثالثي ما يتاكسدش. فكده انت مطلع 4 ايزومرات. طبعا لو محدش واخد باله من موضوع الاسير اصلا ان في الاثنين دول فتختار 3، ولو محدش فاكر اصلا ان في اسير هتبقى مصيبه سود، فاهم؟ يعني ايه الانجاز حركه اللي فوق اللي بقى المناسب الذي ينتج 1 ثلاثي كلورو 2 بروبانول. تعالى بس هو عايز ده، يعني انا ده اصلا رسمته كده، ادي 2 بروبانول وواحد 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 ثلاثي كلور. هو عايز ده، مين اللي ممكن استخدمه عشان احط له هيدرة حفظيه يطلع لي ده؟ فانت الاختيارات عندك على حسب، طبعا انت عارف ان اكيد ده عشان يتعمل له هيدرة حفظيه ويدي كحول يبقى لازم يكون الكين، فبالبلدي انزع منه الميه، فارجع بقى ارجع تفعل العكس. هو كان اصلا عباره عن ايه؟ كان عباره عن الراجل الطيب ده كده كان فيه كلور كلور كلور، بس الرابطه الثنائيه خلي بالك هي يا هنا يا هنا، صح؟ يا هنا يا ايه؟ يا هنا، يعني ممكن تبقى هنا وممكن تبقى برضو نفس الشكل، بس حط رابطه ثنائيه هنا ويبقى هنا كلورو كلورو كلورو. فعلى حسب، لان انت كده لما هتيجي تكسر باي كده الاو اتش هتيجي في النص، صح؟ لان انا لما اجي اكسر هنا ما فيهاش ولا اتش، وهنا هيبقى فيها اتشاير، فكان غصب عني. بص بقى، بص كنا هنغلط، بص سوري معلش، انت لو عملت ده هكسر باي. ماركوليكوف بتقول ايه؟ هتحط هنا اصلا ازاي تحط هنا الرابطه والراجل ده يبقى حوالي 5، مؤاخذه،
فكده بقت السي حواليها 5، فكده اصلا ده ما ينفعش. تعالى بقى ده لازم هو ده، ولما اجي اكسر باي هيبقى هنا الاتشات موجوده وهنا الاو اتش اللي تيجي، فكده كان غصب عنك هو المركب ده. فمعانا نرجع واحده تاني، انت بس فاهم الكلام. الراجل الطيب ده اللي هو يبقى الصح، انت هتطلع كلورو كلورو فلورو، بس هنا الربط. فلما نيجي نسمي ده هنسميه من هنا، هيبقى 1 بروبين و3 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 كلور، 1 بروبين و3 و3 و3، مع العلم ان هو كان 1 و1 و1. دي بقى لما تيجي انت تدي ميه لده هتحط الاو اتش هنا وبترقم من الناحيه اللي تدي لك ارقام اقل، فاهمني؟ فالاثنين بروبانول احسن من هنا، كده كده 2 بروبانول مش فارقه، بس هنرقم الكلورهم الاولى. خلي بالك ترقم حاجه قبل التفاعل وترقم حاجه بعد التفاعل، كنا هنقع مع بعض، فاهم؟ الحمد لله يعني. السؤال اللي بعده، اي مما يلي خطوات صحيحه للحصول على ماده متفجره وفي علاج الحروق؟ باشا الماده المتفجره كتير، انما علاج حروق دي كانت بتاعت الفينول اللي كان فيها نيترو نيترو نيترو، الله يمسيه بالخير، كان حاجه اسمها البكريك، حمض البكريك او ثلاثي نيتروفينول. ده بقى بيجي من زوات صوديوم. ازاي من زوات صوديوم؟ يبقى اكيد بنزين بيطلع منها، يبقى لازم اول خطوه تقطير جاف. فانت مستبعد دي دغري كده، فاهم؟ اول حاجه طالما لقيت وات صوديوم يبقى الكلام على ان الراجل الطيب ده مبدئيا كان COO بتطلع لك بنزين، ده مبدئيا يعني. البنزين بقى تاني خطوه عشان اوصله كده لازم الاول اجيب منه فينول. فانا عشان اجيب فينول خلي بالك الفينول كان بيتحضر تقطير اتلافي وتقطير تجزيئي من الفحم الحجري، يا اما كنت بتجيب الاول كلوروبنزين، والكلوروبنزين دي هي اللي تتحول تبقى فينول لما كنا بنحط التفاعل 300 300 اللي هو تحلل مائي قاعدي عند 300 حراره 300 ضغط، ارجع للحته دي. فده معادله قبل ما تعمل نيتره في الاخر. فعشان اوصل من ده لازم اعمل هلجنه، والهلجنه تكون استبدال، وبعد كده ده يتعمل له تحلل مائي قاعدي يدي فيه. فلا بعد التقطير الجاف لازم هلجنه، كده تحلل مائي قلوي، بعد كده نيترات، هي ماشيه على ب. ما ينفعش اعمل حاجه قبل حاجه، يعني انت ما ينفعش تعمل تحلل مائي قلوي اصلا للبنزين، يعني البنزين ملوش تفاعل مع بعض. تمام. اللي بعد ABC 3 مركبات عضويه الفتيه، لما تعمل تحلل مائي قاعدي لإيه بيعطي بي، ماشي، ولما تعمل تقطير جاف لبي يدي سي. صلي بينا على النبي بقى. انت غصب عنك هتبص على ايه؟ على الاختيارات. لو الاي ايثان ويك، الاي لو ايثان ويك وعملت له تفاعل مع قاعده، انت كده بتقول حمض وقاعده. الايثان ويك اصلا كان، انا بتكلم على الف ها، كان CH3 COOH، حط له NaOH لحد ما قاعد هيطلع لك CH3 COONA، طبعا هو ميه، نحط تعادل عادي. الراجل ده فعلا ينفع يبقى بيه لو ده كان ايه اللي هو اسمه ايثانوات صوديوم. ايثانوات الصوديوم بقى ده لو عملت له تقطير جاف مش ده بيدي ميثان؟ فما يمشي، يعني الكلام على الف صح. طيب هي بقى بالمناسبه تعالى بس نتكلم، انا تحلل مائي قاعدي، تحلل مائي ايه قاعدي، لو حصلت للايثانويك انت كده بتقولي المفروض ده اسمه تعادل، بس في مشكله. انا برضو التحلل المائي القاعدي خلي بالك لو حصل اصلا الكلام على تحلل مائي قاعدي لايه ادى بي، وبي اعمل له تقطير جاف يدي سي، ماشيه، بس خلي بالك ممكن تمشي على ايثانوات ايثايل برضه. ليه بقى؟ ايثانوات الايثايل فعلا، ايثانوات ايثايل اللي هو كان CH3 COO C2H5، ده ايثانوات ايثايل. لو عملت له تحلل مائي قاعدي، فاكر كنا بنقسمها نصين، جزء الحمض يطلع ملح الحمض وجزء الكحول يطلع كحول.
اللي هو كنت بقول لك طلع كحول والباقي لزقه في التاني. والراجل ده فعلا ايثانوات صوديوم ماشيه معاك، بس هو برضه ايثانوات صوديوم بتدي ميثان بتطهير جاز. فهي المزاوله فين؟ ان المفروض هي كده كده انت بتستبعد ب، لان بنزوات هتدي بنزوات صوديوم، مش ميثانوات صوديوم. ولا طبعا دي، لان دي هتدي ده فعلا بس مش هتدي ايثان، هتدي ميثان. فبرضه الايثانويك هو غلط انك تقول ايثانويك تعمل تحلل مائي قاعدي، لان هو فاهم مع القاعده عادي، فاهم مع الان ويتش. بس هو كان تقريبا نيته ايه؟ ان الايثانوات الايثايل استر، فهو اللي بيتفاعل تحلل مائي قاعدي، فاهم، ويطلع لي ملح الحمض، وساعتها تطلع منه الميثان عادي. فانا شايف برضو وجهه نظري ان دي كانت تنفع ودي كانت تنفع. انا مش فاهم بس انت فاهمني ولا لا؟ فاهمني السؤالين دول برضو الاجابه تنفع، لان الايثانويك رسمي يتفاعل مع قاعده يطلع ملح، والملح ده والملح يطلع ميثان. فهي كان ممكن يغير بس دي يخليها ايثان ويخلي دي الاجابه براحته بقى. هو كان برضو فيها غلطه صغيره، ولغايه قبل ما ابدا فعلا الفيديو كانت الاجابات قصدي الامتحان نازل كده. فممكن يعملوا تعديل، في تعديلات ياما قوي في الاسترشاد، ودي اللي هتزودنا مع بعض هنا، بس انت فاهمني. تمام. اللي بعده المركب الناتج من التحلل المائي القلوي للمركب ده. طيب مبدئيا بس قال لك الذي يحتوي على مجموعه ميثايل واحده. اصل ده 3 سيات صح؟ لو حطينا بي ار، بص لو حطيت لي البي ار في النص هيبقى هنا ميثايل وهنا ميثايل. هو هنا اجباري الميثايل البي ار تبقى في الطرف، ليه؟ ده كده ميثيلين، دي ميثيلين، دي الميثايل. فهمت قصده؟ هو عايز ميثايل واحده، دي الميثايل الواحده، فلازم اجباري تحط البي ار على الطرف. اعمل لها بقى تحلل مائي قلوي اللي هي بالان او اتش والكلام اللي انت فاهمه، هيطلع لك نفس المكان او اتش. فاجباري الكحول اللي طالع لازم يكون كحول اولي فقط، مش اوبشن بقى. انا كان في سؤال شبه ده بالظبط كنا بنتكلم عنه قبل كده، بس ما قلتلكش الجمله دي. فساعتها كان هيطلع اولي وثانوي بس، فاهم قصدي؟ اولي وثانوي، انما هنا اجباري اولي بس. خلاص. ولو كنت قايل لك عايز مجموعتين ميثايل يبقى اجباري البروم في النص، فهيبقى اجباري ثانوي فقط، عشان البي ار في النص فهيبقى الاو اتش في النص. تمام. تمام. اللي بعده عايز ايه الاسم الايوبات لايزومر ده؟ يا ابن اللعيبه، ايزومر ده هو مبدئيا خلينا بس متفقين، ده مبدئيا يتقرا من هنا. ليه؟ بص هي مش بتتقرا او او سي، احنا بننطقها سي او او، فاهم؟ فهو اصلا المفروض يترسم ازاي؟ بص ده هو بيساوي الجزئيه دي، عشان بتقراها صح كانت الحته دي كنا بنقول عليها سي 2 اتش 5، بعد كده تقول سي او او، ودي حلقه بنزين يا ريس. فده اسمه اصلا اسم ده مش الايزو، ده اسمه لغايه الاو، كنا بنقف لغايه الاو كام سي؟ 3، فيبقى اسمه بروبانوات فينايل. بان ده اسم مين؟ ده اسم الراجل ده ايوباك. ايزوميرو بقى، فانا كنت بقول لك حركه حلوه كنا بنقلب، فاكر؟ بنجيب ده هنا وده هنا، فالمفروض تبقى بدايتك حلقه بنزين، وبعد كده سي او او سي 2 اتش 5، وبرده كنا بنقف لغايه الاو. لغايه الاو حلقه البنزين كانت بتتسمى بنزوات، والجزء الثاني اللي فاضل اسمه ايثايل، فالراجل ده المفروض اسمه بنزوات ايثايل. حلو قوي، ها؟ حلو قوي السؤال ده. هو خلي بالك بروبانوات فينايل موجود، بس ده اسمه نفسه. اللي كان هيقراها من هنا كان هيقول ان هو اصلا كان كده، بس بقى والمفروض يبقى ده الايزومر بتاعه، لا ده هو ده اصلا ده، وده الايزومر بتاعه. تمام؟ قال حلو يعني. اللي بعده كيف يمكن الحصول على زيت الماروخ من الاسبرين؟ ريس الحته دي اخر صفحه. الاسبرين ما كانش بيتعمل له اي حاجه غير بس انك تبقى فاكر ان الاسبرين كان عباره عن سي او او اتش او سي رابطه ثنائيه او مع سي اتش 3 اللي هي كان اسمها مجموعه الاسيتايل، لانه على بعض اسمه اسيتال حمض السلسليك. الراجل ده لما كنا بنحطه في ميه نحط له اتش موجب اللي هو تحلل ميه حامضي في معدتك، كان بيرجع لك تاني حمض السلسليك، هو كان سي او او اتش و او اتش، وكان بيطلع الاسيتيك. وكان بيطلع
اللي هم اصلا كانوا بيحضروه. حتى كنت اقول لك دول 2 احماض بيزود حموضه المعده، وكان بيتضاف عليه ماده قاعديه اللي هي هيدروكسيد الومنيوم والكلام ده. بس انا عايز اجيب زيت المارون. وبعد كده كنا بناخده حمض السلسليك، الراجل الطيب ده، عشان بطلع المارون كنا بنفعله مع كحول. كان بالمناسبه كان الميثانول. الراجل الطيب ده كان بيتفاعل، بتاخد الاتش من الحمض من الكحول والاو اتش من جزء الحمض، فكان بيطلع لك حلقه البنزين COOCH3، وطبعا الاو اتش زي ما هي، وده كان اللي هو اسمه الماروخ. فلازم الاول اعمل تحلل ميه حامضي للاسبرين، فانت اصلا مستبعد دي ومستبعد دي ومستبعد دي، هي الاجابه ب. واخد بالك انت اللي انت عملت له في الاخر قسطره ان كحول وحمض، بس مع كحول اولي اللي هو الميثانول. تمام. تمام. اللي بعده كان يبقى حلو قوي، عارف؟ كان قال لك نفس الحركه، تحلل ميه حامضي تاني وما يوقع، عشان ما يبقاش السؤال سهل لو عايز يغلس بقى، وتعمل قسطره بس مع كحول ثانوي، كانت ساعتها مش معروف بقى، فاهمني؟ انما ده اولي ومعروف. اللي بعده يعني هو قال كفايه عليك كده يعني. اللي بعده قال لك يتفاعل المركب العضوي ايه مع المركب العضوي بي بتنتج ماده ليها دور في علاج ازمات القلب. ازمات القلب دي بتاعت الجليسرين في القلب، فاكر؟ اللي هو التي ان جي. فده تي ان جي اللي هو الثلاثي نيتروجليسرين. فاكيد انا عشان كلامي اللي ايه يتفاعل مع بي، فايه وبي ده مركب عضوي مع المركب العضوي بي. انا مش شايف ان هي بس ايه في حته غلط، فاهم ليه؟ اصل علاج ازمات القلب ده كان المفروض تجيب كحول ثلاثي الهيدروكسيل، فاهمني؟ مع حمض نيتريك عشان تعمل جليسرين. فهو برضو في حاجه، ده كان بديله بتاع ازمات قلب برضو اللي هي بتاع صمامات القلب الصناعيه، لو كان في دماغه كده فكان الدكرون. فالدكرون كان بيجي من حمض ثنائي قاعديه وحمض ثنائي هيدروكسيد، اللي هو كان الترفيساليك، فاهم؟ والايثيلين جلايد. فانا كان علاج ازمات القلب يا اما التي ان جي يا اما الدكرون. فهو ما كانش قايلها ازمات قلبيه، هو كان قايل ايه؟ هي الصمامات القلب الصناعيه دي دكرون، انما بتاع علاج الازمات القلبيه بتاع الشرايين تي ان جي. فهي يعني عشان هو في الاول قال عضوي وعضوي، فالكلام على الف عشان يبقى دغري. بس ده كان بيتحضر من دي اللي هي ثلاثي الهيدروكسيد اللي هو الجليسرين، ونحط له حمض معدني. بس هي مش صح عشان قال الاثنين عضوي. بس انا برضو عشان انا اكيد بستعيبه في حته كاتب ازمات القلب. ازمات قلب اصول تي ان جي، بس الدكرون برضو مش غلط لان ده بتاع علاج ازمات قلبيه، فاهم؟ مش كده في القلب. فالدكرون هو الاجابه، ولو تفتكر كانت تيرفيساليك زي ما بقول لك، وايثيلين جلايد اخر حاجه في المنهج خالص برضه. تمام. فالكلام طبعا فينول وفورمالدهايد كان بيدي باكالايت بالمره تكاثف برضو. كان تبع طفايات السجاير والكلام ده مش تبعنا يعني. خلاص ماشي. انا بس بترجم معاك حاجه، الاجابه الف على كلامه، بس لو كان قال عضوي وغير عضوي كان ساعتها الاجابه خلاص دغري ده. تمام فاهميني يا؟ اللي بعده سؤال مقالي، كان لاعب ان الاثنين مالهمش علاقه بعضويه بقى، استكفى بالعضويه اللي فوق. فقال لك ايه؟ عند تسخين 6.6 جرام من كلوريد المنجنيز المائي MnClX. فانا هنا ما اعرفش الMn تاكسده كام، عشان كده هو عايز يعرف حاله تاكسد المنجنيز، فاهم قصدي؟ وكمان ايه؟ قال لك 4.2 جرام من الملح الجاف، ودي كانت المائي، فاهم؟ انا كنا اصلا في المسائل اللي زي دي كنا بنقول المتهدرت، فاكر؟ المتهدرت كان ب6 و6، والجاف ب4 و2، والميه كنا بنطرح، فاكر؟ هيبقى 2 و4. حلو كده؟ دي كده كتل مين؟ المتهدرت والكاف والميه. وكنا عشان نعرف نجيب الاكس كنا نعمل انقاء ما بين الملح الجاف والميه، هو مديلك الاكس. بس انا اصلا برضه لو تاخد بالك انا هعمل علاقه بين الام ان سي ال اكس لان انا ما اعرفش كتلته الموليه، فاهم؟ والمفروض ما بين الاربعه اتش 2 اعمل نفس الخطوات عادي. وادي سهمين. المسألتين بتوعنا بتوع النهارده كل شغلهم
حوار مش الاكس، هو عايز الاكس وممكن يبقى عايز حاجه ثانيه. تعالى بقى، فمره انت كنت بتشتغل هنا جرام وهنا جرام، وبرده هنا جرام وهنا جرام، اول طلعه كتله موليه هنا ما اعرفهاش، اعملها سي. تمام. وهنا 4 في 18، تحت الجاف معايا ب 4 و2 والميه ب 2 و4، واعمل مقص. حلو الكلام. الرقم اللي هيطلع معاك بتاع س دي انا ما حسبناش. المهم يعني هتضرب مقصك السين دي هتبقى الكتله الموليه بتاعه الام ان سي ال اكس كله بس. واتكلم بقى ايه ان انت كده معاك الكتله الموليه بتاعته كله. تجمع ازاي بقى؟ انت الام ان بس ب 55 زائد 35 ونص اكس، وكل ده بيساوي الرقم اللي انت هتجيبه هنا، وتمشيها رياضه بقى عشان ما حسبتهاش الصراحه. هي هتطلع معاك الاكس عادي، وساعتها الاكس دي هتعرفك تكافؤ المنجنيز كام عشان هتبدل. خلاص، واحسبها بقى. بعد كده بيقول لك اذا علمت ان A و B و C 3 عناصر انتقاليه تقع في الدوره الرابعه، قال لك ايه؟ لا يتفاعل مع جميع الاحماض ما عدا حمض النيتريك. ده نحاس، كنا قايلينها فوق ان النحاس كان قليل في النشاط بس بيتفاعل مع مركز نيتريك مركز. عنصر اقل كتله من الذي يسبقه والذي يليه، قلت لك الوحيد اللي كتلته اقل من اللي قبله واللي بعده كان نيكل، انما اللي اكبر من اللي قبله واللي بعده كوبلت. لكن انت الحوار بتاع الرسم. طيب، عنصر درجه عاليه من النشاط الكيميائي ويقاوم فعل العوامل الجويه، الكلام على كروم. فبيقول لك رتبهم من حيث الكثافه. كنت عارف انت ان الكثافه بتزيد كل ما العدد الذري بيزيد، يبقى هي نحاس نيكل كروم، ما فيهاش اي استثناء. بيقول لك بقى رتب الايونات الثنائيه التكافؤ، يعني بعد ما يفقدوا اتنين حسب العزم. يلا عادي بقى، عادي توزع. الراجل ده بعد ما يفقد اتنين، النحاس موجب اتنين بتاعه يبقى 3 دي 9، سوري 3 دي 9. انا خلاص وصلت، فاهم؟ 3 دي 9. انما النيكل الموجب اتنين بتاعه هو اصلا النيكل 4 اس 2 3 دي 8، وعشان اتنين من الاس يبقى 3 دي 8. وبالمناسبه الكروم الموجب اتنين بتاعه هو اصلا كان الكروم 4 اس 1 3 دي 5، اشيل واحد من الاس وواحد من الدي هيبقى 3 دي 4. فده عزم 4، ده عزم 2، ده عزم 1. فترتيبك من حيث العزم هو عايز يرتب الايونات بتاعتك، هيبقى الكروم الثنائي، بعد كده النيكل الثنائي، بعد كده النحاس الثنائي، عكس الإبول. وكده الحمد لله أول امتحان معايا امتحان محترم. أي نعم في كام غلطة كده صلحناها مع بعض، ما تزولكش، وفهمت أنت الكلام عليا. أشوفك على خير إن شاء الله كده، ده الامتحانات كلها مع بعض. يلا السلام عليكم.